يا هلا يا معلم، وجايب لك انمي جديد ولسه بينزل لحد دلوقتي، فما تنساش تصلي على النبي ولايك وشير وسبسكرايب لاخوك علشان محتاجهم اليومين دول. ويلا بينا نبتدي ملخص. وبتبتدي الحكايه بنشوف ورع صغير، والواد ده بيكون اسمه ريو، وبنشوف ان هو بيصحى من النوم، واول ما بيصحى بيلاقي انه قدامه كتابين وسكينه، وبيطلع بعد كده بره البيت، وبنشوف ان هو بيبتدي يكتشف قدراته، وبيعرف ساعتها ان هو عنده قدره التحكم بالميه. وهوب مره واحده بنشوف ان هو بيتنقل لمكان غريب وما بيكونش عارف هو موجود فين اصلا، وبيظهر مره واحده قدامه ساحر وبيقول له انت ريو. فولدنا بيقول له اخلص يا عم، جايبني مكان غريب وانت مش عارف انا مين اصلا. فالساحر ساعتها بيفرح علشان ما حدش كان جاله من فتره كبيره، وساعتها بنشوف ان الساحر بيقول لولدنا ريو الحقيقه، بيقول له يا انت عبيط، انت اصلا كنت مت في حادثه. فولدنا ساعتها بيقعد يفتكر الحادثه اللي كانت حصلت له، وبيصدق اللي بيتحكي له. وولدنا بيقول له يعني انا كده خلاص راحت عليا وان انا مت. فالساحر ساعتها بيقول له مفيش الكلام ده، وانا كنت نقلتك لعالم تاني. وبيقول له اصلا ان انت حر تعمل اي حاجه انت عاوزها، علشان مفيش اي حاجه انت المفروض ان انت تعملها او متكلف بيها. وولادنا ريو بنشوف ان هو بيكون متفاجئ وقاعد يفكر شويه، وبيقول له ان انا عاوز اعيش حياه هاديه وما فيهاش اي مخاطر في العالم الجديد اللي انا فيه. والساحر بيقول له ان انا هرجعك لعالم سحري اسمه فاي، وبيقول له ان 20% بس من البشر هم اللي عندهم قدرات سحريه، وبيقول له ان انت هخليك تقدر تستخدم عنصر الميه عشان العنصر ده يعتبر مناسب لشخصيتك. ولما بيعرف من ري ان هو اصلا عاوز يعيش حياه هاديه، بنشوف ان هو بيرجعه ساعتها لغابه اسمها روندو، وبيشاور له على بيت صغير وبيقول له اعتبر البيت ده بتاعك يا ريس، وحاطط لك فيه اكل يكفيك اسبوعين. وولادنا اول ما بيخش البيت بيشوف انه قدامه شويه لحمه متجمده، والسحر بيقول له ان انا كنت عملت بس كده علشان احميك من الوحوش. وفي البيت الجديد بنشوف ان ولادنا بيكون عمال يتعلم وعمال يقرا عن الوحوش، وبيتفاجئ ساعتها ان لغه الكتاب تعتبر غريبه جدا، بس الغريب اصلا ان ولدنا كان قادر يقراها. وبيطلع بعد كده بره البيت عشان يتعلم على سحر الميه، وبيكون متاكد اصلا ان القوه السحريه بتظهر من التخيل من غير ما هو ينطق باي حاجه. وبعد كده بنشوف ان هو بيرجع البيت وبيقعد يملى حوض الميه، بس لما بيجس الميه بنشوف ان هي بتكون بارده، وبيكون بيتمنى ان هي تكون دافيه علشان يقدر ياخد دش. وبيخرج بعد كده علشان يجمع شويه خشب علشان يولع نار، بس كالعاده فاشل ومبيقدرش يعمل اي حاجه وبيكون تعبان جدا. وبنشوف ان هو بيكون مرمي على الارض من كتر التعب، وبعدها بيجيب طبق ميه وبيحاول ان هو يجمدها، وكالعاده فاشل للمره التانيه. وبيقعد يقول لنفسه ان الموضوع يعتبر صعب جدا ولازم اكتشف ازاي اقدر ان انا اعمل تلج. وبيبتدي بعد كده ان هو يركز ويتخيل جزيء الميه، وبيقعد يقول ان انا لازم اربط الهيدروجين بالاكسجين. وفي لحظه تجلي وتركيز عاليه، ولدنا السفاح بيقدر ان هو يجمد الميه، وبيكتشف ان هو يقدر ان هو يشكلها باي شكل هو عاوزه، وبعدها بيستخدمها علشان يقدر ان هو يولع الخشب. وطبعا كان فرحان ومزقطط على الاخر، ورجع للبيت بعد كده وخد حمام دافي زي ما هو كان عاوز، وكان طبعا مبسوط جدا، واليوم الاول يعتبر ناجح. وبيقول ان انا هستخدم نفس الطريقه علشان اقدر ان انا اسخن الميه المره الجايه. وبيقول لنفسه ان السحر في العالم ده يعتبر ان هو مفيد جدا. وتاني يوم بنشوف ان هو بيقعد ياكل من الاكل اللي كان موجود في التلاجة، بس افتكر ان الاكل هيخلص كمان شهرين. وبيقعد يقول في نفسه ان انا لازم اصطاد قبل ما الاكل كله يخلص واجوع هجوع. وبيقول ان السكينه تعتبر مش كفايه للصيد، ولازم ان هو يتعلم شويه سحر هجومي، وبيطلع علشان يتدرب تاني وبيقعد يعمل كور ميه، وكانت دي تعتبر اول تعويذه هجوميه هو يقدر ان هو ينجح فيها، وبيكون مبسوط بيها جدا. بس بنشوف ان قوه الهجمه تعتبر ضعيفه، وهو طبعا كان عارف ده، بس ما بيضايقش نفسه وبيقعد يقول ان انا اصلا عندي افكار تانية، وكل ده علشان بس ان انا اطور السحر بتاعي. وولادنا ريو بيقعد يركز بعد كده في الميه علشان يعمل نافوره، وبيضيق الفتحه علشان يخلي الاندفاع بتاعها سريع، بس الميه بعد ما بتخرج برضه بنشوف ان ما بتوصلش للشجره، والضربه كانت ضعيفه خالص. وبنشوف ان ولدنا بيكون متضايق شويتين، وبيرجع بعد كده للسحر وبيقعد يساله، بيقول له يا ريس انا ازاي يا ريس ازاي استخدم السحر كويس مش ناقصه خربان. فالسحر بيقول له برضه ان اساس السحر يعتبر التخيل، وان انت لازم تتخيل الهدف بتاعك بوضوح جدا، وان انت مع الوقت فانت هتكتسب خبره كبيره. وبيرجع بعد كده ريو الغابه ويبتدي ان هو يستخدم السحر زي ما الساحر كان قال له، وبيكون حاسس ساعتها بتحسن كبير. ورجع للبيت بعد كده وبنشوف ان هو بيستخدم تعويذه عكسيه علشان يقدر ان هو يملى الحوض بتاعه بالميه السخنه. وتاني يوم بنشوف ان هو بيبتدي ان هو يتدرب علشان يقدر يكون التلج من الهواء، وفعلا بنشوف ان هو بينجح، بس للاسف بيكون بيعمله ببطء شديد جدا. بس بيقول ان انا كويس ان انا قدرت ان انا ابدا وقدرت ان انا اعمل شويه تلج، وده بيشجعه علشان ان هو يستمر ويقدر ان هو يطوره مع الوقت. وفعلا ولدنا بنشوف ان هو بيقدر ان هو يعمل رمح من التلج، بس ما قدرش ان هو يضربه لمسافه بعيده. وبيعرف ان اطلاق التلج اصلا لمسافه بعيده يعتبر اصعب من الميه، بس بيقرر ان هو لازم يقعد يتمرن عليه علشان يتقن زي ما كان عمل مع كرات الميه. وبيجرب مره تانية ان هو يرمي اسهم تلج، بس كالعاده فاشل، وبيكون ولدنا بذل مجهود كبير جدا لدرجه ان هو كان حاسس ان هو هيغمى عليه. وبيرجع بيته بعد كده وكان عاوز ان هو يولع النار، بس الشمس ما كانتش طالعه زي قبل كده، ودي تعتبر مشكله جديده بتواجهه. وبيقول ان انا لازم الاقي لها اي حل. وبعد ايام من التدريب
التدريب بنشوف ولدنا كان نجح ان هو يعمل شويه اسهم تلج، بس للاسف برضه ضربتها كانت لسه ضعيفه. وبعد كده ولدنا بيقرر ان هو يطلع في مغامره للغابه، وبيكون واخد معاه الرمح بتاعه، وبيلاحظ بعد كده ان في اثار وحوش ضخمه كانت موجوده، وكمان بيكون لقى حجر موجود على ضفه النهر يقدر ان هو يستخدمه علشان يولع منه النار، وبيفرح جدا علشان هيقدر ان هو يعمل كده حتى لو الشمس ما كانتش موجوده. وبيبتدي بعد كده ان هو يجمع اعشاب طبيه، لحد ما مره واحده بنشوف ان في مصيبه بتظهر له، والمصيبه دي اصلا بنعرف ان بيكون في وحش قاعد مترصد لولدنا، وولدنا مره واحده بيحس بيه، واول لما بيلف ويشوفه بيعرف ان هو خنزير بري. وطبعا الرعب بنشوف ان هو بيكون شل ولدنا حرفيا، والخنزير مره واحده بيطلع يهجم عليه، بس ولدنا ريو بيقعد يفتكر الحادثه اللي هو كان اتذبح فيها اخر مره، وقدر ان هو يتفادى الهجوم في اخر لحظه. والخنزير بنشوف ان هو بيهجم عليه تاني، وولدنا ريو اصلا ما كانش قادر ان هو يتحرك بسبب الخوف، بس بيقول يا ترى ممكن اقدر ان انا استخدم السحر من مكاني، وبيستخدم مره واحده تعويذ التلج في طريق الخنزير، خلى ان الخنزير ده يتدقلج، وبعدها كان طلع اسهم تلج كتيره خلى الخنزير يخبط فيها، وبسبب كده فالخنزير اتذبح. وولدنا ريو بنشوف ان هو ما بيكونش مصدق نفسه ان هو قدر ان هو يخلص على الوحش ده. وبعد كده ولدنا بنشوف ان هو بيرجع بيته وبيبتدي ان هو يجهز جلد الخنزير علشان يعملوا لبس، وبدأ كمان ان هو يولع النار جوه البيت، وده من غير ما ولدنا يحتاج الشمس. وبعدها بنشوف ان هو بيقعد يمسك كتاب الوحوش وبيقعد يقرا فيه، وبيكتشف اصلا الخنزير اللي كان ذبحه ده يعتبر من الوحوش اللي هي ضعيفه جدا، وده بيخليه ان هو يفهم ان الكتاب اللي معاه ده اصلا يعتبر للمبتدئين. بس في اخر صفحتين موجودين في الكتاب كانوا مكتوب ان هم يعتبر ان هم نسخه خاصه، وبيقرا فيها ساعتها عن التنانين، وان اي تنين فيهم يقدر ان هو يدشمل المدينه كامله بكل سهوله. ومكتوب في الكتاب ان انت لو شفت تنين اعمل نفسك ميت، وبيقول ان الكلام المكتوب في الكتاب ده اكيد يعتبر منطقي، لان هو اكيد هيعتبر ميت لو كان شاف اي حد منهم. وبعد كده بيشوف ان في وحش بيكون اسمه اكوما، والوحش ده بنعرف ان هو بيكون شبه الشياطين، وكان مكتوب جنبيها ملاحظه ان اي حد ما يتمناش ان هو يقابله ابدا. ساعتها ولدنا ريو بيحس ان العالم ده يعتبر ان هو كبير جدا، وان هو مليان وحوش خطيره. وتاني يوم بتشوف ان هو بيقلع هدومه وبيخش الغابه، وبيبتدي ان هو يقطف في الفاكهه ويدوقها، وكان لابس كمان لبس الخنزير اللي كان عمله. وهو في الطريق بنشوف ان في طائر عملاق بيهجم عليه، تقريبا كان فاكره دوده، والطائر بنشوف ان هو بيهجم عليه، بس ولدنا ريو بيقدر ان هو يتفادى الهجوم في اخر لحظه. وولدنا بيلاحظ ان الطائر ده يعتبر ان هو قوي جدا، وبيقدر ان هو يقطع الشجر بكل سهوله. وولدنا بيقول يفكك وبيحاول ان هو يهرب منه، وبيحاول ان هو يبطئه باستخدام الواح التلج، وبيقول ان الطائر ده تقريبا بيستخدم سحر الرياح في الهجوم بتاعه، بس سلاحه الاساسي يعتبر ان هو المخالب والمنقار بتوعه، وكان صعب جدا على ولدنا ان هو يقدر ان هو يهرب منه، وبيحاول ان هو يضربه باسهم ميه، بس الطائر بيكون سريع وبيقدر ان هو يتفاداهم كلهم. ولما بيقرب بنشوف ولدنا بيعمل حاجه السرج علشان يقدر ان هو يحمي نفسه، والطائر ساعتها بيخبط فيه وبيقع على الارض، وبنشوف ان ولدنا بيقرب منه بعد كده وبيحط السلاح عليه، بس الطائر بيكون هرب بسرعه، وكان فاكر ان ولدنا رؤيا يذبحه، والوحش بيطير. ولدنا بياخد باله ان عين الوحش ده تعتبر ان هي اتجرحت، وساعتها الطائر ده بيتكل على الله وبيمشي بعيد. بعدها ولدنا ريو بيترمي على الارض وبيقول ان الحياه الهاديه اللي هو قاعد فيها دي تعتبر صعبه جدا، وطبعا بنشوف ان الليل بيليل عليه وهو تايه في الغابه، وكل ده بسبب ان هو كان عمال يهرب من الطائر، وبيبتدي يتحرك وبيكون فاكر ان هو اصلا على الطريق الصح، بس ساعتها بيشوف بحيره، والغريب ان هو بيلاقي ساعتها فارس من غير راس، والفارس ده بيكون جنب حصانه، وده طبعا بيكون راقب ولدنا. وتاني يوم بنشوف ان ولدنا بيكمل مشي في الغابه، وبيبتدي بعد كده ان هو يصطاد وحوش كتير باستخدام الاسهم بتاعته، وبيقدر ان هو يصطاد السمك عن طريق الرمح، وبيرجع بعد كده البيت وبنشوف ان هو بيخزن سمك كتير، وبيبتدي ان هو يتدرب على الواح التلج. وبعد كده بنشوف ان هو بيتحرك على النهر وبيغوص في الميه، وهناك بيقابل اخطبوط عملاق بيطرده من الميه. بعدها بنشوف ان ولدنا بيستخدم سحر الميه بالاندفاع بتاعه علشان يقطع الصخور، وده بيكون فرحه جدا، وبيقول ان انا لو قدرت ان انا ازود صلابه التلج فانا هقدر ان انا استخدمها بدل ادوات الطحن. وولدنا بيكون حاسس ان هو بدا ان هو يستخدم السحر بشكل كويس، وبيرجع للفارس اللي هو كان شافه قبل كده اللي كان من غير راس، وبيعرف ان هو ساعتها اسمه دولهان. وولدنا ريو بيقعد يقول طالما الكتاب ما كانش فيه اي معلومات عن الوحش ده فده اكيد ان الوحش ده يعتبر قوي جدا، بس ولدنا بيقعد يشجع نفسه، بيحاول ان هو يهاجمه، وبيقعد يهجم عليه بضربات كتير جدا، بس ولا ضربه طبعا بتاثر فيه. ده بالعكس الوحش كان ضربه ضربه قويه جدا وكان هيخلص عليه، بس ولدنا ريو كان قدر ان هو يتفاداه في اللحظه الاخيره. وبعدها ولدنا ريو كان حاول ان هو يهجم عليه، بس الوحش قدر ان هو يتفادى ضربته، وبعد كده الوحش كان ضربه تاني ورمى على الارض، وولدنا كان حاسس ساعتها بارهاق شديد، وبيقول ان انا ما عنديش اي امل ان انا اقدر اهزمه. والوحش ساعتها بيطلع له سيف من الميه، وريو ساعتها بيتفاجئ جدا ان الوحش بيديله السيف، وقبل لما الوحش يختفي بيقول له ان انت لازم تتقن استخدام السيف كويس. بعدها ولدنا ريو بيطلع على الغابه وبنشوف ان هو بيقابل الطائر اللي كان هاجمه قبل كده من تاني، وبيشوف الجرح اللي في عينه، وبيلاحظ ان اصلا لون الطائر ده كان اتغير، وبيقول لنفسه واضح كده ان الطائر ده شكله اتطور. وبعد كده بنشوف ان الطائر بيطلق عليه سحر الرياح، بس ولدنا السفاح بينجح ان هو يصد الهجوم اللي جاي عليه، وده عن طريق استخدام سحر حواجز التلج. وبنشوف ان الطائر شكله ما استسلمش، وبنشوف ان هو بيكسر كل الحواجز اللي ولدنا عملها، وبيكون بدأ ان هو يهجم عليه تاني، وبنشوف ولدنا بيكون عمال يصد ويهرب في نفس الوقت.
وبعدها ولدنا بيجرب اسهم التلج، بس للاسف ولا واحده كانت جت فيه. والطائر بيستخدم ساعتها صوت قوي جدا كنوع من السحر، وبيكون عمال يهجم بيه على ولدنا ريو، بس ولدنا السفاح كان قدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. وبعد كده الطائر ده بيكون بيحاول ان هو يقفش ولدنا بالمخالب بتاعته، بس ولدنا ريو كان صد الهجوم بتاعه باستخدام السيف. وبعدها الطائر بنشوف ان هو بيختفي وبيظهر من ورا ولدنا ريو من تاني، وبيكون استخدم ضده سحر الرياح، وريو بالعافيه كان قدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. بعدها الطائر بنشوف ان هو بيطير على ارتفاع عالي جدا، وبيكون بيستعد لهجوم جديد، وبنشوف ان هو على طول بيهجم على ولدنا ريو، بس ريو بيقدر ان هو يطعنه بالسيف بقوه، وبالعافيه بيكون قدر ان هو يرميه على الارض. بعدها بنشوف ان ولدنا ريو بيقرب من الطائر، وبيقول له انا عارف ان انت جاي علشان تنتقم بسبب ان انا كنت عملت لك عين، وبيقول له بفضل العركه اللي كانت ما بيني وما بينك فانا السحر بتاعي يعتبر ان هو اتطور، وقدرت ان انا اكون اقوى من اي وقت. وبعدها بنشوف ان هو بيشد جزء من السيف من جسمه، وبيقول له ان انا عارف اصلا ان انت اتطورت علشان تيجي تنتقم مني، بس انا دلوقتي هخلص عليك. وبعد كده بنشوف ان هو بيطعن الطائر لحد ما بيخلص عليه. وفجاه مره واحده بنشوف ان بيظهر قدام ولدنا تنين كان طاير في السماء، وبينزل مره واحده قدام ولدنا ريو. وولدنا ريو بيقعد يقضي انصدامات في العالم الغريب اللي هو موجود فيه ده، وبيكون ولدنا مصدوم اول ما بيشوف ان التنين قاعد بيتكلم معاه. والتنين بيقول له ان انا كان بقالي كتير جدا ما استخدمتش التخاطر العقلي، ومش متاكد اصلا اذا كنت قادر تفهمني او كان هو لسه شغال. فريو ساعتها بيكون مستغرب جدا وبيكون مش فاهم يعني ايه تخاطر. فالتنين بيساله وبيقول له هو انت كنت قابلت طائر كان اتطور من شويه؟ فولدنا بيرد عليه وبيقول له ايوه فعلا انا قابلته ولسه مخلص عليه من يجي ثانيتين. فساعتها التنين بنشوف ان هو بيقعد يضحك وبيقول له الله ينور عليك يا ريس. وبيشوف ساعتها السيف اللي مع ولدنا ريو، وبيقول له ان السلاح اللي معاك ده يعتبر ان الجني هو اللي كان صنعه، وبيقول له طالما الجني هو اللي كان اداك السلاح ده فانت اكيد عملت حاجه تستحق الشرف ده. وولدنا ريو كان عاوز ان هو يساله اسئله كتير، بس التنين بيقول له ان هو لازم ينصرف دلوقتي. وقبل ما التنين ده يطير بنشوف ان ولدنا ريو بيسال التنين عن اسمه، وبيقول له ساعتها ان انا اسمي لين. وبنشوف ان التنين بيتكل على الله وبيمشي، وريو ساعتها بيكون واقف مكانه وبيقول له ان انا كنت عمري ما اتخيل ان انا اتكلم مع تنين في يوم من الايام، بس واضح ان في حاجات غريبه جدا في العالم ده. وبعد كده تتنقل بينا الصوره للساحر اللي كان قابل ولدنا ريو في الاول، وبيقعد يقول ان انا تقريبا كده كنت نسيت حاجه. وبيقول ان ولدنا ريو عنده قدره خفيه، وبيتصدم ان اخر واحد اصلا كان عنده القدره دي كانت بنوته، وهو كان بعتها لعالم تاني من 10 سنين. بس ولدنا ريو قدرته تعتبر ان هي مختلفه، والقدره ان ولدنا هيكون شاب طول حياته وان هو مش هيكبر في السن ابدا. وبعد كده ولدنا بنشوف ان هو بيتحرك على البحر عشان عاوز ان هو يصطاد وياكل، بس اللي كان شافه كانت حاجه غريبه، لان هو ساعتها بيشوف سفينه متدمره وبيلاقي ان في اتنين من الجنود بيكونوا مرميين على الارض، وكان باين ان هم اتهاجموا من وحش موجود، والوحش ده تقريبا موجود في الميه وهو اللي كان كسر السفينه عليهم. وفجاه ولدنا بياخد باله ان في واحد منهم بيكون عمال يتنفس. وبعد كده بتتنقل بينا الصوره لبيت ولدنا ريو، واحد من الجنود بيكون فاهم وبيكون ماسك معاه قلاده باين عليها ان هي غاليه عليه، وبيقعد يبص حواليه وبنشوف ان هو بيكون عمال يتكلم وبيقول انا فين، وبيكون خرج علشان يستكشف المكان. فجاه مره واحده ولدنا ريو بيظهر وراه، والجندي ساعتها بيتفاجئ وبيقول ان انا مش لازم اقول لولدنا ريو على اي حاجه كانت حصلت بالظبط، بس بنشوف ان هو بيعرف على نفسه وبيقول ان انا اسمي ابل، وبيقعد يشكر ولدنا ريو ان هو انقذه. وريو ساعتها بيقعد يقول له ان انا ما عملتش اي حاجه، وكل اللي انا عملته بس ان انا شلتك وجبتك هنا، وانت الوحيد اصلا ان انا كنت لقيته ان هو لسه عايش. وابل ساعتها بيقعد يقول له ان احنا نعتبر مهربين، بس انا مش عاوز ان انت تقلق مني. وريو ساعتها بيتفاجئ ان هم مهربين، وبنشوف ان ابل ساعتها بيكون جعان وبيقعد ياكلوا هما الاتنين مع بعض. وبعد كده بنشوف ان ولدنا ريو بيعرفه بنفسه، وابل ساعتها بيساله بيقول له هو انت ما عندكش اي هدوم بدل ما انت ماشي سلط ملط كده؟ بس طبعا زي ما احنا عارفين فولدنا معهوش اي قماش ولا خيط. فابل ساعتها بيقول له ان انت اصلا ممكن تشتري لنفسك هدوم، بس بيقعد يفكر وبيقول ان هو اكيد معهوش اي فلوس، علشان اكيد لو كان معاه فلوس كان اشترى اي حاجه هو عاوزها لنفسه. وبيحس ان هو ساعتها ضايق ولدنا ريو، وريو طبعا مش عارف اي مدينه قريبه، وولدنا ريو طبعا زي ما احنا عارفين فهو ما يعرفش اي مكان غير البيت ده ولا يعرف اصلا اي حد. وابل ساعتها بيعرف ان ولدنا ريو اصلا هو اللي بيصطاد الاكل لنفسه، وبيساله بعد كده على السكينه اللي معاه، فبيقول ان السكينه دي انا بستخدمها للدفاع عن نفسي وعلشان اقدر ان انا اقطع الحيوانات اللي انا بصطادها. وبعد كده بيوريه ان هو يقدر ان هو يستخدم سحر الميه. وطبعا الواد ابو شعر احمر بيتفاجئ من القدره السحريه اللي عند ولدنا، وبيقول ان في المقاطعات المركزيه يعتبر نص الناس بس هم اللي عندهم قوه سحريه، وانا اعتبر ان انا مش منهم. وابل ساعتها بيطلب منه ان هو لازم يرجعه للشاطئ علشان هو عاوز ان هو يشوف حاجه. وهما ماشيين بنشوف ان ابل بيسال ولدنا ريو وبيقول له هو انت معكش اي عصايه سحريه؟ فريو ساعتها بيقول له يعني ايه اصلا عصايه سحريه؟ انا معيش اي حاجه، انا عريان يابا زي ما انت شايف. فابل ساعتها بيحس ان هو اتسرع فعلا في السؤال، وبيتاكد ساعتها ان ولدنا يعتبر فقير فقير. انت فقير يا محسن. بعدها ابل بيقول له ان انت لازم تخليني انا اللي امشي في الاول علشان لو حصل اي حاجه اقدر ان انا اتصرف. وريو طبعا بيرفض، بس ابل بنشوف ان هو بيصمم علشان عاوز ان هو يرد للجميل علشان ولدنا كان انقذه.
وفي الاخر ولدنا بتشوف ان هو بيوافق وبيقول له يا ريس انا هعتمد عليك، فيا ريت ان انت ما تخذلناش. وبعد كده بنشوف ان هم فعلا بيوصلوا للشاطئ، بس بنشوف ان الجثث اصلا اللي كانت موجوده هناك بنعرف ان هي اختفت، وبيقعدوا يفتشوا في المكان وبيقولوا ممكن يكون البحر هو اللي خدهم. وطبعا ايبل بيقول ان ريو لو ما كانش انقذني فانا اكيد كان زماني مختفي زيه. وولدنا ريو بيعرف ساعتها ان ايبل يعتبر شخص محظوظ، وايبل ساعتها بيطلب من ولدنا ريو انه ما يقعدش يقول يا سيدي تاني علشان هو مش بيحب الرسميات، وخصوصا اصلا ان ولدنا ريو كان هو اللي انقذ حياته. وريو ساعتها بيقول له يا ريس انا بقول لك كده بس علشان انت اكبر مني، بس زي ما انت عاوز، فمن هنا ورايح فانا مش هقول لك يا سيدي، وان انا هناديك باسمك على طول. وايبل ساعتها بيقول له ان انا من دلوقتي فانا هعتبرك صاحبي يا ريس. وولدنا ريو طبعا بنشوف ان هو كان مبسوط لان ده يعتبر اول واحد هو اتعرف عليه في العالم الجديد. وبعد كده ايبل بيخلص تفتيش المركب، بس للاسف بنعرف ان هو ما كانش لاقي الحاجه اصلا اللي كان بيدور عليها. وريو ساعتها بيسأله بيقول له هو انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ فايبل بيقعد يقول ان هو عاوز ان هو يقابل صحابه، وان في مدينه جديده اسمها ليون هي هتكون بدايه كويسه جدا ليه. والمشكله ان ايبل اصلا كان جرب بعيد جدا ناحيه الجنوب، وده اللي كان خلى ريو اصلا ان هو يقعد يفكر علشان يقدر يوصل مدينه ليون اصلا اللي موجوده في الشمال، فهو محتاج يمشي مسافات طويله جدا. وايبل ساعتها بيعرف ان هو لازم يجهز نفسه بحاجات كتير جدا، وبعدها بيطلب من ريو بيقول له ايه رايك ان انت تيجي معايا. وولدنا ريو طبعا بيتفاجئ من الطلب بتاعه ده، وايبل اصلا بيحس ان الطلب اللي هو طلبه كان مفاجئ لولدنا. وبعد كده بيقول له انا عاوز ان انت تفكر فيها، انا محتاج بس ان انت تساعدني، وللاسف انا اصلا مش عارف حتى ازاي اروح مدينه ليون، فعلشان كده انا محتاجك معايا علشان تقدر توصلني. فولدنا ريو بنشوف ان هو بيوافق، فبيقول له يا ريس اعمل حسابك بس ان انا هجهز حاجتي الاول، وان احنا ساعتها هنبتدي الرحله بتاعتنا من بكره. وطبعا ايبل بيتبسط جدا لولدنا ريو كان وافق، وبنشوف ان هو بيسلم عليه. ولما بيرجعوا البيت بنشوف ان ولدنا ريو بيقعد يقول لنفسه ان انا بعد ما كنت رتبت حياتي ان انا اعيش هنا بكل سلام، بس واضح كده ان حياتي شكلها هتتغير، وان هي شكلها هتتغير خالص. وبعدها بنشوف ان هو بيروح يقول لايبل ان انا هطلع دلوقتي المشوار مهم جدا علشان في واحد غالي عليا انا بس عاوز ان انا اودعه، ولازم ان انا اشوفه قبل ما امشي. وايبل بيستغرب جدا لان هو كان عارف ان ولدنا ريو ما عندوش صحاب اصلا، وان هو عايش هنا لوحده. وبعدها بنشوف ان ولدنا ريو بيكون راح للساحر الجني، وبيقول له ان انا من بكره فانا هغيب عن المكان ده، وبيقعد يشكره على كل حاجه كان علمها له، وبيقول له ان انا قدرت ان انا اعيش هنا واتاقلم كويس جدا في الغابه، وكل ده بسببك انت وبسبب تعليمك. وبعدها بنشوف ان هو بيطلب ان هو يقاتل الجني اخر مره، وبيقول له ان انا هطلع كل قوتي دلوقتي. وفعلا بنشوف ان العركه بتبتدي ما بينهم، والضربات كانت سريعه جدا وقويه، وبعد وقت كبير جدا من القتال بنشوف ان ولدنا كان مرهق، فالجن ساعتها بنشوف ان هو بيقرب منه وبيطلع قدامه كرة ميه ضخمة جدا، ولما ريو بيقرب منها بنشوف انه بيكون جواه لبس قتالي، واللبس ده بيكون شكله جميل جدا. فولدنا ريو بيكون مبسوط جدا وبيقعد يقول له هو الكلام ده ليا؟ فالجن ساعتها بيقول له ايوه اللبس ده كله ليك، وان انت تستاهله بكل فخر. وبعدها بنشوف ان الجن بيختفي، وتاني يوم بنشوف ان ايبل اصلا كان مستني ولدنا ريو لحد ما كان خرج عليه وكان لابس اللبس الجديد، وبيقول له يلا بينا لازم ان احنا نبتدي الرحله. وهم ماشيين بنشوف ان ولدنا بيبص على البيت بتاعه اخر نظره علشان كان عارف ان هو اصلا مش هيرجع له تاني، وان هو بدا رحله جديده. وبعد كده هم ماشيين في الطريق بنشوف ان هم بيقابلوا وحش بري، وساعتها ايبل بيقول له ما تقلقش يا ريس وان انا هخلص لك عليه. وعلى طول بنشوف ان هو بيطلع السيف بتاعه، وقدر ان هو يضرب الوحش ده ضربه واحده، قدر ان هو يخلص عليه. وريو ساعتها بيتفاجئ من القوه الكبيره اللي موجوده عند ايبل، وان مهاراته تعتبر عاليه جدا. فايبل ساعتها بيرد عليه وبيقول له ان دي تعتبر مهارات قتال والصحراء ما يعرفوش عنها اي حاجه، وبيقول له ان المهارات دي بيستخدموها المبارزين. فساعتها ولدنا ريو بيعرف ان ايبل ده يعتبر مقاتل قوي. وبعد كده بنشوف ان الليل بيخش عليهم، وساعتها بيكونوا نايمين فوق شجره. وتاني يوم بنشوف ان هم بيكملوا طريقهم لحد ما بيكونوا وصلوا اصلا قدام بحيره، بس بيلاحظوا ان في اتنين من السحل المتوحشه بيكونوا موجودين هناك. فايبل ساعتها بيقعد يقول له ان النوع ده يعتبر ان هو قوي جدا وسفاح وان احنا اصلا مش سهل ان احنا نقدر نهزمه، فيلا بينا لازم ان احنا ناخد طريق الغابه احسن من ان احنا نعدي من هنا. بس ريو اصلا اثناء طريقهم في الغابه بنشوف ان هو بيحس بحركتهم، وعرف ساعتها ان هم اصلا جايين عليهم. ويبل ساعتها بيبتدي ان هو يجهز نفسه، بس ريو ساعتها بيقول له اعمل حسابك ان انا كمان هستخدم السحر بتاعي وهقدر ان انا اساعدك في العرك. ويبل اصلا ما كانش عارف ازاي ريو يقدر ان هو يقاتل معاه، وده من غير ما يكون معاه اصلا عصايه سحريه. بس ريو اصلا بيفاجئه لما بيستخدم سحر الرماح الجليديه بتاعته، وقدر ان هو يقتل عدد كبير جدا من السحالي. وبعدها قابل بنشوف ان هو بيقعد ينبهه وبيقول له ان في مجموعه تانية شكلها بتقرب مننا. وبعد لما ولدنا خلص عليهم قبل بنشوف ان هو بيقعد يسال ولدنا ريو وبيقول له ان انت استخدمت دلوقتي تعويذه ايه؟ فريو ساعتها بيقول له ان انا كنت بس استخدمت تعويذه ميه علشان اقدر ان انا اطلع السهام الجليديه بتاعتي. وقبل ساعتها بيكون مصدوم جدا وبيقول له ازاي قدرت ان انت تطلع 4 سهام دفعه واحده، وان ده ما يعتبرش ان هو طبيعي. فريو ساعتها بيقول ان انا بقدر ان انا استخدم سحر الميه وده بشكل كويس جدا. فيبل ساعتها بيكون مصدوم جدا من قوه ولدنا ريو وبيقول له خلاص يا ريس اعمل حسابك ان الدفاع هيكون عليك وان انا هعتمد عليك من بعد كده، ولازم ان احنا نكمل طريقنا. وقبل لما يمشي بنشوف ان ايبل اصلا كان عطشان وعاوز ان هو يشرب ميه، فولدنا ريو بيستخدم السحر بتاعه وبيطلع له ساعتها كوبايه ميه بتكون مليانه. فايبل ساعتها بنشوف ان هو بيفشخ بقه
وبيكون مستغرب جدا من القدرات اللي عنده ولدنا. فريو ساعتها بيقول له ان القدره السحريه بتاعتي بتعتمد بنسبه كبيره جدا على التخيل. وبعد كده ايبل بنشوف ان هو بيستخدم عمله معدنيه علشان يقدر ان هو يحدد الشمال واتجاه الطريق، وبدأوا ان هم يتحركوا ناحيه مدينه لاون. وريو اصلا كان مندهش ان هي دي تعتبر اول مره يشوف فيها عمله معدنيه. وايبل ساعتها بيبتدي ان هو يشرح له وبيقول له ان العمله دي اسمها فلورين، ودي اللي بيستخدموها في مملكه نايتري اللي مدينه لاون اصلا تعتبر ان هي جزء منها. وولادنا ريو بنشوف ان هو بيعجبه جدا اسم المملكه، وبيقعد يسال الولد ايبل وبيقول له هي المملكه دي تعتبر من المقاطعات المركزيه. فايبل ساعتها بيرد عليه وبيقول له ايوه، لان دي تعتبر دوله من ضمن الثلاث دول، واللي الاثنين التانيين يعتبروا انهم ولايه زي، والتانية اسمها اتحاد هاندليو. وهم بيعدوا على منطقه كبيره بيكون موجود فيها صخور. بنشوف ان ايبل بيقدر ان هو يصد هجوم مفاجئ بحركه سريعه جدا، وريو على طول بنشوف ان هو بيعمل حاجز جليدي علشان يقدر ان هو يدافع عنهم. بس بيتفاجئ ان هم كانوا اتطوقوا بحجاره كتير جدا. وايبل ساعتها بيقول واضح كده ان احنا دخلنا عش الجولم، وبيطلب من ولدنا ريو ان هو لازم يفضل ان هو ثابت، وبيقول لي سيب لي يا ريس الطلعه دي بقى. وبنشوف ان هو بيطلع يهجم عليهم، وايبل على طول بنشوف ان هو بيهجم على واحد منهم وبيضربه ضربه قويه جدا. بس للاسف بنشوف ان الوحش بيقدر ان هو يجدد نفسه وما بيتاثرش نهائي. وايبل ساعتها بيقعد يقول انه دلوقتي يعتبر ما فيش اي فايده. وولدنا ريو بيقرر ساعتها ان هو هيهاجم، وبيعمل مكعب جليدي كبير جدا مكون من 10 طبقات، وبيضرب بالوحوش الحجريه بيفطسها. وولدنا ريو بينجح فعلا ان هو يخلص عليهم كلهم. وايبل كالعاده بيكون مذهول جدا من قوه ولدنا السفاح، لان هو كل مره بيتفاجئ ان ولدنا ريو بيكون اقوى من المره اللي فاتت، وان هو عنده قدرات كبيره جدا. وبعدها ريو بيقول له ان انا هكرر التعويذه دي على باقي الوحوش اللي موجودين وهخلص عليهم كلهم. بس لما بيروحوا بعد كده عند وحش منهم بيلاقوا ان هو اصلا ما بيتحركش، وبيلاقوا جوه حجر سحري بيكون غريب. فعرفوا ساعتها ان دي تعتبر الغنيمه بتاعتهم، وبيقرروا ان هم لازم يجمعوا الاحجار السحريه اللي بتكون موجوده جوه الجولم ده. وبعد كده بنشوف اثناء وهم ماشيين بيقابلوا فرس نهر خرتيت كبير جدا، بس بيلاقوا اصلا ان في مجموعه من الوحوش الطايره بتكون هتهجم عليه. فالخرتيت ساعتها بنشوف ان هو بيطلع موجات صوتيه بتكون قويه جدا، وقدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وولدنا ريو بيتفاجئ من القدرات السحريه اللي موجوده عند الخرتيت، وبيعرف ان الوحوش اللي موجوده هنا بيكون عندهم قدرات غريبه جدا، وان هو اول مره يكون شافها. ولما بيقعدوا مع بعض علشان يتعشوا بالليل بنشوف ان هم بيقعدوا يتكلموا على القدرات الغريبه اللي كانت موجوده عند فرس النهر، وان هو قدر ان هو يبطل القوه السحريه بتاعه الطيور اللي كانت عماله تهجم عليه. بعدها ايبل بنشوف ان هو بيقعد يقول لولدنا ريو ان في متاهه سحريه موجوده جوه مدينه لاون، بيكون جواها وحوش عندهم قدرات نفس القدرات اللي احنا شفناها. فولادنا ريو اصلا بنشوف ان هو بيكون مسبهل وكمان مبسوط، وكان متحمس علشان هو اول ما يوصلوا فهو هيشوف القدرات دي، ولازم ان هم يخشوا المتاهات دي. وبعد كام يوم من المشي بنشوف ان هم بيكونوا وصلوا لسلسله جبال ضخمه، وريو بيقول ان احنا بعد ما احنا نعدي الجبال دي فاحنا اكيد هنقابل ساعتها مستوطنه بشريه. فايبل ساعتها بيكون مستغرب جدا وبيقعد يساله وبيقول له هو انت عرفت ازاي اصلا، وازاي كمان واثق كده؟ فريو ساعتها بيقعد يفكر وبيقول له وانا ممكن اقول له ولا اخبي عليه؟ وبنعرف ان ولدنا ريو لما كان اتكلم مع التنين كان قال له معلومات كتيره جدا على العالم ده، فعلشان كده كان قرر ان هو لازم يحتفظ بالسر لنفسه. وبيقول له ان المعلومات دي تعتبر فوق قدرات البشر وصعب ان انا اقدر ان انا اشرح له. وفجاه بنشوف ان هم بيحسوا بصوت غريب جدا وبيكونوا مستعدين للعركه، بس اللي بيظهر لهم بيكون وحش طائر وبيكون شكله قوي جدا، وبنعرف ان اسمه جريفون. وبيشوفوا ان الطائر ده بيكون نازل عليهم من السماء بسرعه جباره جدا. بس ايبل بنشوف ان هو بيخش في حاله ذعر اصلا وبيكون مرعوب جدا. بس ولدنا ريو بسرعه بديهه جباره بنشوف ان هو بيرمي حته لحمه كبيره في السماء، وراح ساعتها ايبل عامل زيهم قلده، والطائر ساعتها بنشوف ان هو بينط وبياخد قطع اللحم وبيطير بعيد عنه. فالاتنين بنشوف ان هم اخيرا بياخدوا نفسهم، وده بعد ما الوحش ده سابهم ومشي. وايبل ساعتها بيقول ان هم اصلا كانوا هيموتوا لو كانوا دخلوا عركه مع الوحش ده، لان الوحش ده يعتبر ان هو قوي جدا. وبعد كده بنشوف ان هم بيكملوا الرحله، وايبل بيقعد يقول ان هم بقى لهم مده كبيره جدا، ويجي كده اصلا من 100 سنه ما كانش في بشر شافوا وحش فرس النهر او حتى طارق جريفن قبل كده. وبيعرف ان الجبل العالي اصلا اللي هم كانوا عدوها هي اللي كانت بتعتبر ان هي بتحمي البشر منهم. والكلام ده بيخلي ولدنا ريو ان هو يقعد يفكر ان الطيور المتوحشه اصلا اللي كانت هجمت فرس النهر كانوا جم اصلا من ناحيه الشمال، وده معناه ان العش بتاعهم يعتبر قريب. وبنشوف ان توقعه اصلا بيطلع صح، لان هم بعد شويه بيشوفوا شويه طيور منهم بيكونوا عمالين ياكلوا في وحش ميت. وولدنا ريو اصلا كان عاوز يخش معاهم في عركه، بس ايبل اصلا بيقول ان احنا محتاجين على الاقل 20 مغامر متمرس علشان نقدر ان احنا نواجه الوحوش دي ونقدر ان احنا نهزمها. فريو ساعتها بيقول له يا ريس احنا شكلنا جبان على الاخر، ومش لازم ان احنا كل شويه نقعد نتفادى اي عركه، ولازم ان احنا نهزم اي وحش نلاقيه علشان نقدر ان احنا نكسب خبره كبيره. فايبل ساعتها بنشوف ان هو بيوافق وبيقول له طب استنى بس لحد ما هم ينزلوا على الارض وانا ساعتها ممكن ان انا اهجم معاك. وولدنا ريو ساعتها بنشوف على طول من غير اي مقدمات بيبتدي ان هو يقول تعويذه مائيه، وبيستدعي ساعتها 4 رمح جليديه وبيروح راشيهم في الجراحات بتاعت الوحوش دي. وايبل ساعتها بنشوف انه بيستغل الفرصه دي وبيهجم على عينين الوحوش، وبيروح ضارب واحد من الوحوش دي كمان ضربه قويه جدا وبنشوف ان هو بيقتله. بس بعد كده بنشوف ان في 2 من الوحوش بيجوا من بعيد، فولدنا ريو بيستخدم تاني الرماح الجليديه بتاعته
بتاعته وبيروح هاجم عليهم وبنشوف ان هو بيوقعهم. وفجأة بنشوف ان في مجموعة تانية من الوحوش بتكون وصلت عندهم، بس المرة دي بنشوف ان الواد ايبل بيكون متحمس جدا وبيكون كمان مستعد للعركة. وولادنا ريو اصلا بيكون مستغرب جدا ان ازاي ايبل اول مرة ما خافش كده. فايبل ساعتها بيقول له ان احنا كده كده عاجلا واجلا، فاحنا لازم ان احنا نواجه الوحوش دي ولازم ان احنا كمان نهزمها، وان دي تعتبر فرصتنا دلوقتي علشان نقدر ان احنا نخلص عليهم. وعلى طول بنشوف ان هو بيطلع يهجم عليهم وده بكل شجاعة. وبعد لما بيخلصوا عليهم بنشوف ان هم بيقعدوا يجمعوا الاحجار السحرية اللي كانت عمالة تقع منهم وبيكملوا بعد كده الرحلة بتاعتهم. وبنشوف ان هم ماشيين بيكونوا قاعدين بيتكلموا وبيقولوا هو احنا هنقابل التنانين بعد كده. وبنشوف ان ولدنا اصلا ما بيكونش عنده اي مشكلة ان هو يواجه تنين، بس ايبل اصلا بيكون مش عاوز ان هو يخاطر وبيقعد يقول ان كده زي الفل، وبيقعد يقول ان هو مبسوط جدا، خصوصا ان هم دلوقتي يعتبر ان هم معاهم كيس مليان حجارة سحرية كانوا خدوها من الوحوش ويقدروا ان هم يبيعوها بسعر كويس وهيقدروا ان هم يكسبوا فلوس كتير. وبيكملوا طريقهم بعد كده ناحية الشمال، بس ايبل اصلا ما كانش عارف هم شكلهم رايحين على فين. وولدنا ريو كان فاكر ان هم دخلوا امبراطورية ديبوتي، بس ايبل ساعتها بيقعد يقول له ان الامبراطورية دي تعتبر ان هي موجودة في الشمال، يعني تقريبا هم لحد دلوقتي لسه ما دخلوهاش. وولدنا ريو بيكون مبسوط جدا وبيكون شكله حس بارتياح غريب، مش علشان هو بيكره الامبراطورية دي، لا ده علشان اسمها مش عاجبه اصلا وبيقول ان اسمها سخيف جدا. وفي الاخر بنشوف ان هم بيكونوا لمحوا طريق بيوصل للمدينة وبنعرف ان المدينة دي بيكون اسمها كيدي. وولدنا ريو بنشوف ان هو بيكون متحمس جدا وبيقعد يقول ان انا اخيرا هنام على سرير زي بقية البشر. وايبل ساعتها بيتفاجئ لما بيعرف ان ولدنا ريو اصلا بيحب الراحة وكان فاكر ان هو رجل كهف وان هو ما يعرفش اي حاجة غير ان هو يخش في اي عرك. وبيبتدي ايبل ان هو يكلم ولدنا ريو عن المدينة اللي هم داخلينها وبيبتدي يشرح له بعد كده ان الاكل هناك عامل ازاي، وبيقعد يقول له ان الاكل يعتبر احلى حاجة في المدينة دي. وبنشوف ان هم بياخدوش وقت طويل وبيوصلوا للمدينة، واول حاجة بيعملوها ان هم بيخشوا المطعم علشان ياكلوا فيه. وايبل ساعتها بيبتدي يشرح لولدنا ريو عن نقابة المغامرين وبيكون عمال يقترح عليه ان هو لازم يسجل كمغامر علشان هو يعتبر ان هو سفاح وقوي جدا. وبيقعد يقول ان بطاقة النقابة دي بتشتغل كمان كبطاقة هوية وان هو بسببها يقدر ان هو يخش اي مكان في الدولة دي ببلاش. وولدنا ريو بنشوف ان هي بتعجبه الفكرة، خصوصا ان هم لما كانوا دخلوا المدينة كان اضطر ان هو يدفع للحرس فلوس علشان يسمحوا له ان هو يخش. وايبل كمان بيقعد يقول له انه كمان من مميزات النقابة ان هو يقدر فيها ان هو يبدل الاحجار السحرية اللي بياخدها من الوحوش، بس بيقول له ان هو لازم يتعلم الكيمياء علشان يقدر ان هو يستفيد من الحاجات دي. وولدنا ريو طبعا بنشوف ان هو بيحب الكيمياء وبيكون مهتم بيها جدا وبيبتدي يفكر بجد ان هو يكون مغامر. وبعد كده بنشوف ان النادل بيجيب لهم الاكل وبنعرف ان هو بيكون عباره عن كاري ورز. وولدنا ريو اول ما بيشوف الكاري بيكون مسبهل لان العالم ده فيه كاري زي العالم بتاعه، وبيكون بيفتكر انمي اصلا كان بيتكلم عن الايزيكاي، كان البطل اصلا بيعاني علشان يحصل على الاكل، بس في العالم ده الاكل يعتبر انه موجود عادي وان هو سهل جدا ان هو يقدر يحصل عليه. وطبعا ولدنا ريو بيكون مبسوط جدا علشان العالم ده الاكل فيه يعتبر سهل وبيبتدي ياكل زي العبيط بالظبط وبكميات كبيره جدا. وتاني يوم لما بيقابل الواد ابل بنشوف ان هو بيقعد يحكي له على الاكل اللي هو كان كله معاه امبارح وان هو ازاي قد كده كان جميل، لدرجه ان ابل ذات نفسه بيستغرب وبيقعد يقول له يا عم هو انت ما اكلتش اكل حلو قبل كده ولا ايه. وبنشوف ان هم بعد كده بيرجعوا علشان يكملوا رحلتهم وبيكونوا عمالين يمشوا في اراضي كتير لحد ما اخيرا بيوصلوا لاطراف مدينه جديده وبنعرف ان المدينه دي بيكون اسمها لون. واول لما بيوصلوا عند البوابه بنشوف ان الحارس بيوقفهم، والحارس ساعتها بيتفاجئ اول ما بيشوف المغامر قابل لان هو كان في اخبار عنه ان هو اختفى. وقابل ساعتها ما بيكونش عنده اي وقت ان هو يشرح وبيقول للحارس ساعتها ان ولدنا ريو هو اللي انقذه. والحارس بيكون عمال يشكر ولدنا ريو جدا وبيكون عمال يسلم عليه بحراره، بس برضه بيطلب منه ان هو لازم يدفع رسوم الدخول لان هو ما يعتبرش ان هو مغامر اصلا. فقبل ساعتها بنشوف ان هو بيدفع عنه علشان بس ان هو يخلي ان هو يعدي. والحارس بنشوف ان هو بيرحب تاني بالمغامر ايبل وبيساله هو انت ناوي تعمل ايه دلوقتي. وولدنا ريو بياخد باله ان شكل ايبل مشهور جدا في المدينه دي وبيروحوا بعد كده وبيتحركوا على نقابه المغامرين. وفي السكه بنشوف ان ايبل بيقعد يقول له ان في النقابه اي حد بيسجل بيبتدي من التصنيف اف، بس علشان هو مغامر قديم فهو ممكن ان هو يستخدم الواسطه بتاعته علشان بس ولدنا ريو يبتدي من الرتبه اي او من الرتبه سي. وبيقول له ان الرتبه تعتبر ان هي بتفرق وان كل ما الترتيب زاد فالمهام ساعتها هتكون اصعب. بس ايبل اصلا بيكون واخد باله ان ولدنا ريو سفاح وان هو مش محتاج ان هو يعمل مهام اصلا لان هم اكيد هيكسبوا كتير جدا من بيع الاحجار السحريه اللي كانوا خدوها، لدرجه ان ايبل اصلا كان خايف ان هو يبيع الاحجار السحريه كلها مره واحده علشان محدش اصلا هيكون مصدق ان هو قادر ان هو يجمع الاحجار دي كلها. وبيقرر ايبل ان هو لازم يستشير رئيس النقابه الاول. واول لما بيخش النقابه كل اللي فيها بنشوف ان هم بيكونوا مبسوطين جدا اول ما بيشوفوا المغامر ايبل، وناس كتير بنشوف ان هي بتحاوطه. فولدنا ريو على طول بنشوف ان هو بيقرر ان هو يطلع من المكان علشان بس ان هو ما يزحمش المكان. واول ما بيطلع بيقابل قدامه بنوته بتكون شكلها قزمه وشكلها من الالف، وبنشوف ان هي بتوقفه وبتكون مستغربه اللبس بتاعه وبتقول له ان اللبس ده يعتبر ان هو تابع لملك الجنيات. فريو ساعتها بيكون مستغرب ان هو اصلا ما يعرفش مين
ملك الجنيات اللي هي اصلا بتتكلم عنه. بس البت بنشوف ان هي بتكون مستعجله، فبتمشي اصلا من غير ما تقول له اي حاجه، وبتقول ان هي نفسها ان هم يقعدوا يتكلموا في وقت قريب. وقبل ساعتها بيطلع يدور على ولدنا ريو وبيرجعه جوه النقابه، وبيكون عمال يعرف الناس عليه وبيقعد يقول ان الولد الصغير ده هو اللي كان انقذ حياتي، والناس كلها بتكون عماله تشكره. وبعد لما الناس كلها بترجع لشغلها، قبل بياخد ولدنا ريو على موظفة التسجيل علشان بس ان هو يبتدي الاجراءات، وبيقعد يقول ان هو لازم يتسجل كمغامر من الرتبه دي. فالموظفه ساعتها بنشوف ان هي بتفتح بقها وبتتفاجئ، وبتقعد تقول ان هي عمرها ما كانت شافت حد من اعضاء السيف القرمزي بيكون رشح حد قبل كده، فده معناه ان ولدنا ريو ده يعتبر شخص قوي جدا وكمان مهم. وطبعا بنشوف ان هي بتوافق، بس بتقعد تقول ان هو لازم يخضع الاول لاختبار جسدي. وساعتها قبل بيطلب ان هو يقابل رئيس النقابه، وفعلا الموظفه بتاخده من مكتب الاجتماعات. وساعتها بنشوف ان رئيس النقابه بيخش عليهم ونعرف ان اسمه هيو، واول ما بيشوف ايبل بيجري عليه وبيحضنه، بيكون فرحان جدا علشان كان راجع. ورئيس النقابه بيكون متفاجئ اصلا ان ايبل كان قادر ان هو يرجع حي، وده بعد ما كان خلاص عدى الجبل، وده يعتبر شيء صعب جدا. وإيبل ساعتها بيقول إن ده كفاية علشان يثبت إن ولدنا ريو يعتبر سفاح وقوي، لأنه هو السبب اللي قدر إن إحنا نوصل لحد هنا. وعلى طول بنشوف إن هو بيوافق علشان يرفع التصنيف بتاع ولدنا ريو. وقبل لما بيخلصوا الكلام بنشوف إن فريق إيبل القديم بيخش، وأول لما البنوتة اللي بتشوف إيبل بتقع على ركبتها من الصدمة، وبتكون مش مصدقة إن هي شافته مرة تانية. وإيبل ساعتها بيكون عمال يعتذر ليهم، وبيكون عمال يقول إن هو من غير ولدنا ريو فهو كان زمانه هيكون ميت، وبيكون عمال يطلب منهم إن هم لازم يشكروه. وهيو ساعتها بيقعد يقول لهم إن كفاية بقى الترحيب ده وإن أنتوا تتكلموا مع بعض زي ما أنتوا عاوزين. وبيقول لموظفة التسجيل نينا إن هي تجهز ورقة تسجيل لولدنا ريو. وريو بيكون بيحاول إن هو يطلع مع رئيس النقابة، بس إيبل بنشوف إن هو ساعتها بينادي عليه وبيقول له إن هو لازم يستنى بعد ما يخلص تسجيل. ورئيس النقابة بيقول إن هو أكيد ولدنا ريو مستغرب ليه إيبل يعتبر إن هو مشهور، وبيقعد يشرح وبيقول إن فرقة السيف القرمزي تعتبر هي أقوى فرقة موجودة في المدينة، وإن اختفاء الولد إيبل كان يعتبر إن هو مأثر على الناس كلها. وساعتها ولدنا ريو بنشوف إن هو بيقعد يسأل رئيس النقابة وبيقول له هو أنت هتسجلني على طول في الرتبة دي؟ فساعتها بيقول له طبعا الكلام ده هيحصل، وبيقول ان انا عارف ان ايبل يعتبر ان هو قوي جدا، بس مستحيل ان هو يقدر لوحده ان هو يعدي الجبل اصلا اللي كان عداه، وانا واثق ان انت ليك دور كبير قوي علشان تقدر ان انت تهزم الوحوش اللي هناك. وساعتها بنشوف ان هو بياخدوا المكتب تاني، والبنوته نينا بتيجي ساعتها وبيكون معاها الورق، وبتبتدي ان هي تسال عن قدراته ومستواه، وبتساله اذا كان نزل قبل كده متاهات سحريه. بس ولدنا ريو طبعا بتشوف ان هو بيقول لا، وبتقول ان هي عندهم اصلا فصول تدريب شهريه، وبتساله اذا كان ولدنا حابب ان هو يسجل فيها. فطبعا ولدنا ريو بنشوف ان هو بيسجل، وبتقول له ان الفصل الجاي يعتبر ان هو الساعه 9 كمان يومين. فولدنا على طول بيتفاجئ انه يعتبر هنا في ساعه، وبتقول له كمان ان في ميدان في المدينه يعتبر ان هو في ساعه كبيره علشان الناس تعرف الوقت. وبتعرف بعد كده البنوته ان هو اصلا ما عندوش مكان يبات فيه، فبتقول له ان هو ممكن يقعد جوه سكن النقابه، وده لمده 300 يوم. وبعد لما بتخلص الورقه بنشوف انها بتديله البطاقه، وبتخلي ان هو يحط ايده على الجهاز اللي بيكون بيطبع بياناته. وبيروح ولدنا ريو بعد كده مع ايبل علشان يبيعوا الاحجار السحريه اللي هما كانوا كسبوها. وايبل اصلا بيكون ناوي ان هو يشتري ولدنا ريو لبس وعصايه سحريه جديده. فطبعا ولدنا ريو بنشوف ان هو بيكون عمال يشكره، وبيقول له هو انت ليه دايما مصر ان انت تشتري لي عصايه سحريه؟ فايبل ساعتها بيقول له ان اي ساحر ذكي فهو لازم ان هو يكون معاه عصايه سحريه. فولدنا ريو بنشوف ان هو بيقعد يقول ان انا مرتاح من غيرها، وان انا مش محتاجها اصلا، وان هو معاه سيف صغير هو راضي بيه. وايبل ساعتها بيشوف السيف ده وبيكون عمال يضحك عليه، وبيقول له يا عم ده سكينه تهرش بيها مش سيف. بس ولدنا ريو اصلا بيكون مصمم ان هو سيف، وان هو بيقدر ان هو يستخدمه كويس جدا. وساعتها ولدنا ريو بيكتشف من كلام ايبل ان اليوم هنا يعتبر ان هو زي العادي 24 ساعه، وان الاسبوع 7 ايام والشهر 30 يوم، وده يعتبر زي كوكب الارض بالظبط. فبيبتدي ساعتها نشك ان في حد من كوكب الارض كان اتجسد هنا من زمان، وقدر ان هو يغير حاجات كتير في العالم ده. وبيل ساعتها بنشوف ان هو بيروح له وبيقول له ان في حفله ترحيب كبيره هتتعمل ليك، وان انت لازم تيجي علشان انت اصلا ضيف الشرف. وبنشوف ان هم بعد كده بيتحركوا على الحفله، وكلهم بيكونوا عمالين يشربوا وبيكونوا عمالين يضحكوا طول الليل. وتاني يوم بنشوف ان ولدنا بيصحى بيكون تعبان جدا من اللي حصل امبارح، وبيوصل البيت بعد كده وبيقابل البنوته نينا اللي بتقول له ان انت باين عليك ان انت قضيت ليله اخر مزاج. ولما بيوصل البيت والبنوته نينا بتفتح له الباب بيلاحظ ان في اتنين اصلا موجودين في الاوضه، والبنوته نينا على طول بتعرفهم على ولدنا ريو، وبنعرف ان اسمهم نيلز ووتون. والبنوته بتفكره قبل ما يمشي ان هو اصلا عنده فصل تدريب بكره. وبنشوف ان نيلز بتقعد تقول ان البنوته نينا تعتبر ان هي جميله، وبيكونوا عمالين يهزروا ويضحكوا مع ولدنا ريو. وبنشوف ان البنوته نينا بترجع وبيكون اصلا معاه مغامر جديد، والواد ده اصلا بيكون شكله صغير، ولما بيسالوه بنعرف ساعتها ان هو اصلا صغنون وان هو عنده 16 سنه. وبنعرف ان اهله كمان كانوا ماتوا، ومن ساعتها فهو كان قرر ان هو لازم يكون مغامر. وبتقعد تقول لهم انهم لازم يرحبوا بيه، وبتقول لولدنا ريو ان انت لازم تاخده معاك وانت جاي تحت التدريب وفي الوقت نفسه،
بنشوف ان ايبل بيكون عمال يحكي الفريق عن انجازات ولدنا ريو، وازاي بيقدر ان هو يستخدم السحر كمان من غير اي عصايه سحريه، وكمان بيقدر ان هو يقتل التنانين وده بسحر الميه بس. والبنوته نيمي اصلا بتكون مش مصدقه وبتقول له اللي انت بتقوله ده يعتبر من المستحيلات لان السحر بيتطلب مسافه معينه. بس ايبل بيكون مصمم بيقول لهم ان انا كنت شفت الكلام ده بعينيا، وان ولدنا ريو يعتبر ان هو سفاح وعنده قوه كبيره. والبنوته ماريا بتقعد تقول ان الوحيد اللي كان اصلا قوي كده هو يعتبر اسمه ساحر الجحيم، بس كل الناس بتكون فاكره ان هو يعتبر مجرد اسطوره لان مفيش اي حد كان شافه قبل كده. وبيبتدوا ان هم يقلقوا اذا كان ولدنا ريو عنده القوه الجباره دي، وبيقولوا ان هو اصلا ممكن ان هو ينضم للامبراطوريه في اي وقت من الاوقات. بس ولدنا ايبل بنشوف ان هو بيطمنهم وبيقول لهم ان ولدنا ريو اصلا بيكره حاجه اسمها امبراطوريه. وفي الوقت نفسه بنشوف ان ولدنا ريو كان عمال يضحك ويهزر مع صحابه الجداد ومبسوط جدا ان هو بعد ما كان وحيد يعتبر ان حياته كلها اتغيرت وكمان بقى عنده صحاب. وبنشوف بعد كده المدرسه اللي ولدنا المفروض ان هو يتدرب فيها وان هو يستكشف المتاهات السحريه، وبنعرف ان في خلال ال5 ايام اللي فاتوا كانوا اتعلموا اصلا ازاي يقدروا ان هم يستكشفوها. والمدرب بتاعهم كان قرر ان هم من تاني يوم ان هم لازم ينزلوا الاول متاهه سحريه. والولايين بنشوف ان هو بيكون متوتر جدا وما كانش مصدق ان هم اصلا هينزلوا اخيرا. بس ولدنا ريو بنشوف ان هو اللي بيقول له ان انت لازم تهدى كده وتتك على الصبر علشان التوتر اللي انت فيه ده اصلا هيخليك ان انت تنهار قبل ما نخش المتاهه وقبل لما هم يتحركوا. المدرب بنشوف ان هو بيقرر ان هو لازم يجاوب عن اسئله الطلبه، وساعتها ولدنا ريو بنشوف ان هو بيساله وبيقول له هو في طريقه تخلي الواحد يقدر ان هو يروح على طول وده لاي مستوى من المتاهه السحريه. فالمدرب ساعتها بيكون مبسوط جدا من السؤال الذكي ده وبيقول له ان فعلا في متاهات سحريه يعتبر فيها الميزه دي، بس بتكون موجوده في المقاطعات الجنوبيه، بس ده مش موجود اصلا في المتاهه اللي احنا هنخشها. والمدرب بيقعد يقول ان انا كنت سمعت اشاعات ان في ناس بتقدر ان هي تتنقل جوه اي طبقه هم عاوزينها، بس انا للاسف ما عنديش اي تفاصيل نهائي عن اي حاجه في الموضوع ده. والولد بيكون مبهور ان ولدنا ريو يكون اصلا عارف حاجه زي دي وان هو ممكن يقدر ان هو يروح لاي مستوى هو عاوزه جوه المتاهه، وبيكون مستغرب ازاي ولدنا ريو يعتبر في المستوى دي وبتكون عنده كل المعلومات دي. وبعد شويه بنشوف ان هم بيكونوا وصلوا للمتاهه السحريه اللي بنعرف ان اسمها لون، اللي بتكون موجوده في نص المدينه، او بمعنى اصح المدينه هي اللي كانت اتبنت حوالين المتاهه. وبنعرف ان كل سنه اصلا الوحوش بيكون عددها زاد جوه المتاهه وده بشكل يعتبر كبير جدا. والظاهره دي بنعرف ان اصلا اسمها زائر الاعماق، وساعات في الفتره دي الوحوش بتقدر ان هي تطلع جوه المدينه، فعلشان كده يعتبر ان في جدران مزدوجه حوالين المدينه علشان يقدروا ان هم يمنعوا الوحوش من الخروج. وولدنا ريو بيعرف ساعتها ان الجدار الخارجي ده بيحمي من الهجمات الخارجيه وان الجدار الداخلي بيمنع الوحوش ان هي تطلع بره المتاهه. وبنشوف ان هاين كالعاده بيكون قلقان من زائر الاعماق وبيكون حاسس اصلا ان هي كارثه كبيره، بس المدرب بنشوف ان هو بيقعد يطمنهم وبيقعد يقول ان هي بتحصل كل كام سنه وان احتماليه حدوثها دلوقتي تعتبر ضئيله جدا، وبيقعد يقول ان المبتدئين اللي زيك كانوا مش عاوزهم ان هم يخافوا. والمدرب كمان بيقعد يقول انه يعتبر في مكتب للنقابه موجود عند البوابه، وعاده لما اي حد بيخش المتاهه بيعدي عليه وبيتم تسجيل اسمه وكل حاجه عنه، بس طالما هم اصلا يعتبروا ان هم مسجلين في الكورس معاه فيقدر ان هم يخشوا على طول. وبرضه ولدنا ريو بيلاحظ ان الولايم بيعتبر ان هو متوتر فبيطلب منه ان هو لازم ياخد نفس عميق وان هو يهدى شويه، واين ساعتها بنشوف فعلا ان هو بيعمل كده. ولما بينزلوا جوه اول طابق المدرب بيكون عمال يطلب من الكل ان هم لازم يكونوا هاديين لان ما يعتبرش ان في وحوش خطيره موجودين جوه الطبقه دي وان هم يقدروا ان هم يستكشفوا المكان ده كله، بس يا ريت ان هم ما يمشوش بعيد عن المدخل. وبنشوف ان ولدنا ريو واين بيقرروا ان هم لازم يمشوا مع بعض وبيظهر قدامهم اول وحش وبيكون اصلا عباره عن نمله، وولدنا ريو على طول بيستخدم سحر التلج بتاعه وراح مثبت النمله في الارض ومخرشمها، وبيكون ساب لاين الضربه الاخيره علشان هو اللي مستواه يعلى، وعلى طول بنشوف ان اين بيهجم على دماغها وبيقدر ان هو يقطع بالسيف بتاعه. وفعلا الموضوع بيعدي بسلام في اول يوم وبيقرروا ان هم لازم يحتفلوا مع ولدنا ريو علشان كان خلص الكورس ودي تعتبر اول تجربه ليه في المتاهات السحريه. والكل طبعا بنشوف ان هو بيكون فرحان ان ولدنا ريو واين كان قدروا ان هم يهزموا نمله في اول محاوله ليهم، واين ساعتها بيقول لهم ان ولدنا ريو اصلا كان ثبت له الوحش في الارض وكان ساب له بس الضربه الاخيره. بس ولدنا ريو المتواضع بنشوف ان هو بيقول له يا عم ما تبالغش قوي كده وان انت يعتبر اللي قدرت ان انت تخلص عليها وكمان طيرت رقبتها. وطبعا كلهم بيكونوا اصلا مش مهتمين بالتفاصيل بتاعه قتل الوحش، اهم حاجه هي الاحجار السحريه اللي قدروا ان هم يجمعوها. واين كان نفسه ان هو يتعمق اكتر جوه المتاهه السحريه بس ما كانش مرتاح ان هو يقدر ان هو يعمل كده لوحده. وساعتها ولدنا ريو بيقول له ان انت ايه رايك ان انت تيجي معايا بكره، بس كان مستغرب اصلا ان في نمل وتوحش موجود اصلا في الطبق الاولاني وبيقول ان ده مش منطقي حسب اللي احنا كنا اتعلمناه. وواحد من زيهم بيقول فعلا ان المفروض ان الوحوش دي ما تكونش موجوده في الطبقه الاولى وان هي المفروض ان الطبقه الاولى يكون فيها خفافيش بس بيكونوا سمعوا اصلا ان في نمل متوحش كان ظهر في الطبقه الاولى والثانيه ده في الشهور الاخيره. وولدنا ريو بيكون مش فاهم ليه ده كل ده بيحصل، وفجاه بنشوف النابل بيكون ظهر وراهم وبيقول ان السبب ده لان النمل بيقدر ان هو يحفر وبيقدر ان هو يوصل للطبقه الاولى عادي جدا. وولدنا ريو اصلا بيكون مش مرتاح ان الولا ايبل المعفن بيكون عمال يتدخل في الكلام، فايبل ساعتها بيقول له يا عم انا بس كنت بساعدكوا شويه علشان تعرفوا بس الدنيا ماشيه ازاي، وبيبتدي ان هو يرحب باصحاب ولدنا ريو
وبتشوف إن صاحب ريو اللي كان اسمه نيلز بيكون متفاجئ أول ما بيعرف إن اللي قدامه ده هو السياف إيبل، وعلى طول بيسلم عليه وبيقول له إن أنا مبسوط جدا إن أنا قدرت إن أنا أشوفه، وإيبل ساعتها بيقول له نصيحة قبل لما يمشي، وهم إن هم ما يتعبوش نفسهم وإن سلامة المغامر تعتبر أهم من أي حاجة تانية. وولدنا ريو ساعتها بيسأل إيبل وبيقول له وأنت بتعمل إيه أصلا في قاعة النقابة دلوقتي؟ فإيبل ساعتها بيقول له إن المهمة اللي إحنا كنا فيها كانت خدت وقت أطول من الوقت المعتاد، وإن إحنا نعتبر لسه راجعين دلوقتي. وفجأة زمايل إيبل البنات كانوا وصلوا وبيقعدوا يقولوا له إن أنت لازم تبطل إن أنت تهرب مننا، وإن أنت لو كملت بالطريقة دي فإحنا هنبلغ عنك رئيس النقابة. إيبل ساعتها بيكون متفاجئ وبيقول لهم إن أنا بس كنت بعمل دور إن أنا أعلم العيال الصغيرة دي وإن أنا أكون قدوة، وإن هو بيديهم شوية نصايح. وفجأة زميل إيبل اللي اسمه هورن بيروح لافحه على كتفه علشان ما يهربش منهم مرة تانية، بس واحدة من البنات بنشوف إن هي بتقرب من ولدنا ريو وبتبتدي بعد كده إن هي تبص له، وفجأة بنشوف إن صاحبتها أم شعر أصفر بتناديها وبتقعد تعتذر لولدنا ريو وبيقولوا إن هم لازم يتحركوا على رئيس النقابة وإن هم ياخدوا إيبل معاهم. فولدنا ريو بيقول لهم إن أنتوا ممكن تعملوا اللي أنتوا عاوزينه في الولا إيبل المعفن طالما هو أصلا السياف بتاعكم، وكلهم بيكونوا مبهورين بجمال البنوتة ريا اللي بيقولوا إن هي أصلا تعتبر شبه الملايكة. بس نيلز أصلا بيكون لسه منبهر بالولا إيبل وبيكون عمال لحد دلوقتي يفكر فيه. وتاني يوم بنشوف إن أيم بيكون متحمس جدا علشان يخش المتاهة، وفعلا بيوصلوا المتاهة السحرية، وولدنا ريو بيكون استخدم قدرة التلج بتاعته وقدر إن هو يهزم أول ديب بسهولة، وأيم برضه بيكون استخدم قدرة السيف بتاعته وقدر إن هو يهزم الديب التاني. وأيم بيتفاجئ بزيبة بيكون ظهر وراه فجأة وبيكون لسه هيهجم عليه، بس ولدنا ريو السفاح قدر إن هو يستخدم السحر بتاعه وقدر إن هو يبعده بسرعة. فأيم بنشوف إن هو بيتعصب فبيخلص عليه في ثانية. بعدها أيم بنشوف إن هو بيقعد يشكر ولدنا ريو على مساعدته، وولدنا ريو بيكون لاحظ إن استخدام أين أصلا للسيف بيكون شبه استخدام الولا إيبل جدا. افتكر ولدنا كلام إيبل لما كان قال له إن كان في مغامر قوي جدا زمان اسمه كيجو كان درس أصلا في أكاديمية مرموقة في العاصمة، وكان بيستخدم أسلوب شهير جدا اسمه أسلوب هيو. وولدنا ريو بيكون مقتنع جدا إن الولا أين هيكون قوي جدا لما يكبر زي إيبل لما يقدر إن هو يتقن الأساسيات. وأين أصلا كان فاكر إن ولدنا ريو يعتبر إن هو ساحر عادي، بس بيكتشف إن ولدنا سفاح وعنده مواهب كتير جدا. وبعدها ولدنا ريو بنشوف إن هو بيطلب من أين إن هو لازم ما يجهدش نفسه، وبيقول له إن طريقة القتال بتاعتك تعتبر إن هي مرهقة جدا، والأهم إن هو دلوقتي لازم يبني قدرته الجسدية، وبينصح إن هو لازم كل يوم يجري علشان الجري المستمر بيقدر إن هو يرفع من اللياقة بتاعته. وبيقول له إن أنا لما كنت بسافر قبل كده مع إيبل كان دايما بيصحى بدري وكان عمال يتمرن كل يوم بشكل قوي جدا، وإن ساعتها بيوعده إن هو هيتعب نفسه في كل التدريبات علشان بس إن هو يقدر إن هو يرفع من مستوى قوته. وتاني يوم بنشوف إن ولدنا ريو ما بيروحش المتاهة لأن هو بيكون عنده خطط تانية، وبيروح بعد كده ولدنا على المدرسة علشان يدرس الكيمياء، وبيكون نفسه إن هو يقلب كتب كتير جدا موجودين في المكتبة علشان بس ولدنا يتعلم منها. ولما ولدنا ريو بيطلع بيتفاجئ إن في مرة واحدة كسوف بيكون حصل فجأة وحاجات كتير جدا كانت بدأت إن هي تختفي، وولدنا ريو بيكون مستغرب ومش فاهم إيه اللي بيحصل، وكل حاجة حواليه مرة واحدة بقت غريبة. وفجأة بنشوف إن في هجوم ناري قوي جدا بيكون هاجم عليه من وراه، بس ولدنا السفاح كان قدر إن هو يصده في آخر لحظة. وبعدها بنشوف إن في بنوتة بتظهر وبتكون على شكل شيطانة وبتكون مستغربة إن هو قدر إن هو يصد الهجمة بتاعتها، وبتقرر إن هي لازم تتخلص منه فورا. بس ولدنا على طول بيعرف إن اللي قدام دي تعتبر شيطانة، وبيكون متفاجئ من القوة الجبارة اللي بتكون عندها لدرجة إن ولدنا لأول مرة بيقرر إن هو يخلع منها أصلا، بس هي ما بتدلوش أي فرصة وعلى طول بتهجم عليه. بس ولدنا على طول بنشوف إن هو بيفعل حاجز تلجي وبيقدر إن هو يصد الهجوم بتاعها بالعافية، وبعدها بتهجم عليه لتالت مرة وبيقدر إن هو يتفاداها بصعوبة. والبنوتة بتلاحظ أصلا إن ولدنا كان لابس الهدوم بتاعت ملك الجنيات وبتكون مستغربة أصلا هو إزاي قدر إن هو يجيبه، وبتقرر إن هي لازم تخلص عليه وتقطعه لنصين، وبتهجم على ولدنا وبيقدر إن هو يصد كل ضرباتها، وبيهجم عليها على طول ولدنا بقدرة التلج السحرية بتاعته، بس بتقدر إن هي تتفادى الهجمات بتاعته. والعركة بنشوف إن هي بتطول وبتكون متكافئة، وولدنا بيعرف إن هو لو فضل إن هو يدافع قدامها مش هيقدر إن هو يعمل لها أي حاجة، وكمان بيلاحظ إن الهجمات بتاعتها تعتبر أضعف من المعلم بتاعه. والشيطانة بتكون مستغربة القوة الكبيرة اللي عند ولدنا ريو وإن هو بيقدر إن هو يستخدم التعويذ بسرعة كبيرة، وبتكون نفسها تعرف مين الفصل اللي قدامها وبتروح هجمة عليه بسرعة كبيرة جدا، وكل اللي ولدنا بيعمله إن هو عمال يصد الهجمات بتاعتها. وبعدها ولدنا بيستخدم الأسهم الجليدية مرة تانية، بس الشيطانة بتستخدم سحر النار بتاعها وبتعمل حاجز جبار علشان تقدر تصد هجمات ولدنا ريو، بس ولدنا ما بيستسلمش وبيفضل شغال في الهجوم السحري بتاعه. فراحت الشيطانة على طول مكسرة الأرض وعاملة حاجز علشان تقدر تصد الهجمات بتاعته، بس ولدنا السفاح حرفيا بيكون محاوطة من كل اتجاه، وبيقدر إن هو أخيرا يجرحها في وشها ودراعها، وبيستغل الفرصة دي وعلى طول بيطلع يجري علشان يخلص عليها. بس الشيطانة بنشوف إن هي بتهجم عليه بسرعة كبيرة جدا وبتقدر إن هي تصد هجومه، وولدنا بيتفاجئ أصلا إن هي بتكون عندها قدرة
الشفا، وبتقدر إن هي تعالج الإصابات بتاعتها، وبعدها بتطير ولادنا بعيد وبتكمل كمان في سحر النار علشان تخلص عليه، بس بتتفاجئ بنقط مية بتكون عمالة تنزل من فوقيها، وأول لما نقط المية بتكون لمست وشها بتكون حست بحرق قوي جدا، وبتتضايق جدا إن هي مش هتقدر إن هي تخلص العركة دي لأن الكسوف بيكون بدل إن هو يخلص، وبتقعد تقول إن أنا مش فاكرة أصلا آخر مرة أنا كنت استمتعت بعركة زي كده، وبتقعد تسأله عن اسمه بعد كده، وبنعرف إن اسمها ليونورا، وبتتفاجئ أصلا لما بتعرف إن ولدنا كان عارف إن هي عفريتة، وبتقول إن هو كان لازم إن هي تخلص عليه من بدري، بس بتقول إن هو مش من النوع اللي هو بيموت بسهولة وإن هو قوي جدا، وبتقول له يا فاسل يا صغير ما تقلقش لأن هرجع لك مرة تانية، وإن أنت تعتبر من دلوقتي فأنت الهدف بتاعي، ومفيش أي حد هيخلص عليك غيري أنا، وبتوعده إن هي المرة الجاية إن هي هتكون أقوى وإن هو مش هياخد في إيدها أي غلوة، ولما بتختفي ولدنا على طول بيحس بالإرهاق والتعب الشديد، وبعد كده بيتحرك علشان يبيع الأحجار السحرية اللي كانت معاه، وما كانش متوقع إن أحجار الوحوش دي هتديله فلوس كتير قوي كده، وولدنا كان متحمس جدا علشان عاوز إن هو يشتري كتب الكيمياء اللي هو كان شافها في المكتبة، وهو ماشي بيلاحظ من الشباك إن في مجموعة من الناس أصلا بتكون عمالة تتنمر على أصحابه اللي كان باين عليهم إن هم خلصانين أصلا، وده بعد ما كانوا طلعوا من متاهة سحرية، فالمتنمر بيقول لهم يا حسالة إنه أضعاف زيكم ما يستحقوش أصلا إنهم يخشوا مغارات سحرية، وبنشوف إن المتنمر أصلا بيكون محمي في الناس اللي حواليه، بس ولدنا على طول بنشوف إن هو بيستخدم قدرته السحرية وبيروح ضارب الناس اللي معاه، وبيقول له يا معفن بقى ورينا هتعمل إيه دلوقتي كلنا عليك، فالواد المتنمر بنشوف إن هو بيتعصب وبيروح بيحاول إن هو يضرب ولدنا بالبوكس، بس ولدنا مقبض السيف بتاعه بنشوف إن هو بيرقده في الأرض، وبعدها بنشوف إن هم كلهم بيطلعوا علشان يستجموا شوية، وواحد من زمايله بيستخدم سحر الشفا عليه وبيعالجه من الإصابة اللي كانت عنده، وولدنا بيبتدي إن هو يحكي لهم وبيقول لهم كل حاجة عن العركة اللي هو كان عملها مع الشيطانة، وبيكونوا مستغربين إن هو قادر إن هو يتفادى ضربة قاتلة أصلا كانت جاية له من شخص قوي، وبيبتدي ولدنا بعد كده إن هو يفكر في العفريتة والكسوف الغريب كمان اللي كان حصل فجأة في المدينة، وبيقول إن أنا متأكد إن هي تعتبر مش لوحدها وإن في حد بيحركها، بس أهم حاجة دلوقتي إن أنا لازم أستجم، وتاني يوم بنشوف إن الفريق كله بيكونوا رجعوا علشان يخشوا الدماس، وبعد ما يخلصوا على مجموعة جوبلين نيل بيقترح إن هم لازم يرجعوا البيت دلوقتي، صحيح إن هم ما كانوش يقعدوا وقت طويل جوه، بس بيقول أصلا إن الجوبلين اللي معاه القوس المفروض إن هو ما يطلعش للدور الخامس في المتاهة، فبيكون حاسس بشعور غريب جدا وإن موجود وحش قوي، وغير كده هم يعتبروا إن هم كسبوا فلوس كويسة جدا النهارده، وإن هو مش عاوز إن هو يخش في مخاطرة زيادة، وكويس جدا إن هم أصلا قرروا إن هم يرجعوا، لأن بنعرف إن قدام شوية في الدماس كان في وحش كان هيخلص عليهم لو كانوا قابلوه، خصوصا إن ولدنا أصلا ما يعتبرش إن هو معاهم، وبنشوف إن ريو أصلا بيكون بره المدينة لأن القتال مع العفريتة لينور كان خلالنا يعرف إن هو لازم يطور مهاراته شوية زيادة، وده خصوصا في السرعة لأن هم كانوا متعادلين، بس ليونور كانت تعتبر إن هي أسرع منه في الحركة وده بفضل سحر الهواء، فولدنا عاوز إن هو يزود سرعة حركته، بس بنعرف أصلا إن ولدنا ما بيقدرش إن هو يستخدم سحر الهواء، فعلشان كده بنعرف إن هو محتاج بديل، وبيقول إن أحسن تعويذة أنا ممكن أستخدمها هي نافورة المية لأن هو بيستخدمها في السرعة تحت المية، بس ولدنا طبعا كان عمره ما جربها على الأرض فبيكون أصلا مش متأكد إزاي هيقدر يعملها، وأول تجربة اللي بنشوف إن هو بيجمد شوية تلج على الأرض وبيكون طلع شوية شلالات مية من ظهره، بس للأسف جسمه ما كانش اتحرك غير شوية صغيرين جدا فيعتبر المحاولة كده فشل، وولدنا بيقرر إن هو المرة الجاية لازم يزود عدد النوافير، بس بيقول دلوقتي إن أنا لازم أروح المكتبة وأنا لازم أتعلم أكتر عن الكيمياء والشياطين، وفي نفس الوقت ده بنشوف إن المغامرة لين بتكون عمالة تفتش في كل كتب السحر علشان بس تدور على أي تعويذة ضخمة كانت شبه اللي قبل كان قال إن هو شافها، وبيقول إن ريو كان بيقدر يستخدمها لأن الكتب اللي هي أصلا كانت عمالة تقراها قبل كده ما كانتش قالت أي حاجة زي كده، وبتقول فعلا إن لو ريو كان قدر إن هو يعملها فيعتبر إن ولدنا ريو هو صاحب التعويذة وهو اللي قدر إن هو يصنعها، وإن دي تعتبر إن هي محتاجة كمية مانا مهولة فصعبة إن هي تصدق إن ولدنا بيقدر إن هو يعملها بكل سهولة كده، وبنشوف إن هي بتحط الكتاب مكانه، الإلف سارة كانت دخلت سألتها هي بتهبب إيه هنا، فلين بتقعد تشرح وبتقول إن أنا كنت بدور على كتاب سحري، بس بتقول إن هي ما كانتش لقيت اللي هي بتدور عليه، فسارة بتقعد تعتذر لها وبتقول لها إن أنا آسفة وكان نفسي إن أنا أقدر أساعدك، بس للأسف أنا لسه راجعة من مهمة في العاصمة واعتبر إن أنا متأخرة عن اجتماع مهم، وفي النقابة بنشوف إن الصحبة الحلوة بيكونوا رجعوا علشان يسلموا البنوتة نينا تقرر عن الحاجات اللي هم كانوا شافوها في المغارة النهارده، والبنوتة نينا بتكون مستغربة منهم علشان هم كانوا رجعوا بدري لأن هم عادة بيقعدوا أكتر من كده في الدماس، وإيدو بيقول لها إن في سبب علشان كده فإحنا رجعنا بدري، وبيوريها ساعتها الحجر السحري بتاع الجوبلين اللي بيكون ماسك قوس اللي هم كانوا قدروا يخلصوا عليه، وبعد لما البنوتة بتفحصه بتتأكد فعلا إن ده الجوبلين اللي يعتبر معاه قوس، وبتقول إن دي حاجة مش طبيعية في الدور الخامس، فبتطلع بسرعة علشان تبلغ رئيس النقابة وبتقعد تشكرهم على المعلومات اللي هم كانوا جابوها، ورئيس النقابة برضه بنشوف إن هو بيكون مصدوم لأن الجوبلين اللي يعتبر معاه قوس المفروض إن هو ما يكونش موجود غير في الدور العاشر،
وده معناه إن في حاجة غلط موجودة في الدماس. وبيسأل البنوتة نينا بعد كده على الفرق القوية اللي لسه موجودين في المدينة، وبنعرف إن هم فرقة إبل وفرقة السيف القرمزي وكمان فرقة اللواء الأبيض. فبيطلب منها إن هي لازم تستدعيهم كلهم، وده علشان هو عاوز إن هو يبلغهم بنفسه. وبعد شوية بنشوف إن إبل والباقي بيكونوا وصلوا، بس إبل بنشوف إن هو بيكون مش مبسوط لأن هو كان سمع أصلا إن فرقة اللواء الأبيض يعتبر إن هم اتطوروا وهو ما بيطيقش القائد بتاعهم. فأول لما بيوصل بنشوف إن هو بيشوف قائد اللواء الأبيض اللي بنعرف إن اسمه فيليبس، فبنشوف إن هو بيسلم عليه ببرود. وبعد لما الكل بيتجمع رئيس النقابة بيطلب منهم إن هم لازم يحققوا في ظاهرة غريبة موجودة في الدماس، والظاهرة دي بنعرف إن هي زور الجوبلin اللي معاه قوس وده في الدور الخامس. وإبل ساعتها بيسأله لو أنت متأكد، ورئيس النقابة بيقول له إن أنا متأكد وإن أنا كمان معايا دليل. فعلشان كده هو عاوز إن هو يبعتهم علشان يحققوا، لأن احتمال كده المد العظيم كان بدأ إن هو يحصل، وإن آخر مرة ده كان حصل فده كان من خلال 10 سنين، وده السبب اللي خلاه إن هو ممكن يقول إن هو ممكن يحصل قريب. وبيقول إن المطلوب بس إن إحنا نستكشف المكان مش إن إحنا نخش في أي عركة، وإن هم لو كانوا لقوا دليل فهم لازم يرجعوا فورا. وساعتها هم هيقفلوا الدماس بأسوار مزدوجة، والاتنين بيوافقوا وبيتحدد الموعد اللي هم هيخشوا فيه هو بكرة الصبح. وتاني يوم بنشوف إن ولدنا بيكون صاحي بدري علشان يروح مكتبة الشمال علشان عاوز إن هو يدور في شوية الكتب الكيميائية، وإيده بيقول له إن الكتب دي تعتبر المصنفين من الرتبة دي واللي فوقيها، وده ما يعتبرش مشكلة، بس بيقول له إن الكتب المحرمة فهم ليه الرتبة دي بس واللي فوقيها، فأنت أكيد مش هتقدر إن أنت توصل لها. وبعد شوية بنشوف إن ولدنا بيكون وصل مكتبة الشمال، ولقى إن مجموعة الكتب اللي موجودة هنا تعتبر أكتر من مكتبة الجنوب، والمكان بيكون ضخم جدا لدرجة إن ولدنا أصلا بيكون شكله هيحتاج مساعدة علشان يقدر يلاقي الكتب اللي هو بيدور عليها. وبعد كده بيكونوا اتجمعوا قدام الدماس علشان يستعدوا للتحقيق، بس قبل لما رئيس النقابة بيكون هيفتح الباب إيبل بنشوف إن هو بيوقفه وبيقول له إن أنا حاسس بشعور وحش جدا، وبيطلب من لين إن هي تستخدم سحر الهوا علشان تقدر إنها تمسح أول دور موجود في الدماس ده، وده قبل ما هما يخش. ولما هي بتعمل كده فعلا بتلاحظ إن في أكتر من 100 وحش بيكونوا مستنيين عند المدخل، وده معناه إن المد العظيم كان بدأ فعلا. ورئيس النقابة على طول بيعلن حالة الطوارئ وبيطلب من كل المغامرين الموجودين إن هم لازم يجوا فورا للدماس، وإن هم لازم يستعدوا أصلا للمعركة لأن هم يعتبروا هيحتاجوا أي مساعدة ممكنة. وفي نفس الوقت ده في المكتبة سارة بتكون عرفت نفسها لولدنا ريو، وبتكون مبسوطة جدا علشان هي كانت شافته تاني، وبتقعد تسأله هو أنت إيه اللي كان جابك المكتبة النهاردة؟ فولدنا بيقول إن أنا جاي بس علشان أدور عن أي كتب عن الشياطين، بس بيقول إن ده يعتبر حاجة غريبة جدا. فعلى طول بنشوف إن هو بيغير كلامه وبيقول إن أنا جاي بس علشان أتعلم عن الكيمياء. وسارة ساعتها بتندهش لأن الكيمياء تعتبر إن هي مجال صعب جدا. فريو ساعتها بيقول لها إن أنا هدفي في أي يوم من الأيام إن أنا أقدر أبني جولم، بس بيقول إن أنا يعتبر مش مستعجل، وإن بناء الجولم يعتبر إن هو إنجاز ضخم. ولسوء الحظ على حد علم البنوتة سارة مفيش أي حاجة هنا من الكتب بتقول إزاي يقدروا إن هم يصنعوه، بس بتقول له إن أنا أعرف شوية كتب هي اللي ممكن تخليك إزاي تبتدي في موضوع الكيمياء. تعرض عليه بنفسها إن هي توريه شوية الكتب دي لأن هي تعتبر عارفة المكتبة كويس جدا. وهم ماشيين سارة ساعتها بتسأله لو كان هو بيحب القراية، فولادنا بيرد بيقول إن هو بيعشقها بس هو بقى له زمن كبير ما قربش من أي كتاب، وبيقول لها إن أنا ما كانش جات لي فرص علشان أقرا. فسارة ساعتها بنشوف إن هي بتضحك وبتقول له إن أنت طريقتك في الكلام بتبين كده إن أنت ما كنتش قريت كتب من سنين كتير، وده يعتبر حقيقي. بس ولادنا ما بيرضاش إن هو يشرح أكتر، وعلى طول بنشوف إن هو بيغير الموضوع وبيقول لها إن دي أول مرة إن أنا أشوف إلف كانت عايشة مع البشر. وسارة بتعترف وبتقول إن أنت نادر جدا إن أنت تشوف إلف عايشة مع البشر. وفي أثناء لما ولادنا كان قاعد بيدردش مع البنوتة سارة بنلاقي إن أصلا بوابات الدماس كانت اتقفلت، والمغامرين كلهم بيكونوا اتوزعوا على أسوار استعدادا للهجوم اللي هيحصل كمان شوية. وما بيعديش وقت طويل وبنشوف إن البوابات الرئيسية أصلا كانت اتفجرت، وعدد كبير جدا من الجبلين كان بدأ إن هو يطلع، والمغامرين على طول بنشوف إن هم بيبتدوا الهجوم، والسحرة بيستخدموا أكبر عدد من كرات النار في الهجوم. والمعركة بنشوف إن هي حرفيا بتكون معركة استنزاف، وأي مصاب على طول كان بيطلع كان بيتعالج علشان يرجع على طول يكمل قتال. بس مع العدد الكبير ده من الجوبلين رئيس النقابة بنشوف إن هو بيبتدي إن هو يقلق لأن هم صعب كده إن هم يخلصوا عليهم. وفيليبس بنشوف إن هو بيقول لأفراد فرقته إن هم لازم إن هم يحافظوا على طاقتهم، وإيبل ساعتها بيبلغ لين إن هي لازم ما تستخدمش مانا كتير علشان هي ما تخلصش بدري. وللأسف بنعرف إن السهام كانت قربت إن هي تخلص، وإيبل مش عارف هم هيقدروا إن هم يصمدوا قد إيه. بعد شوية بنشوف إن المغامر نيلز كان وصل ويكون مع المجموعة بتاعته بيكون معاه مجموعة من السهام كتيرة، فده بنعرف إن هو يقدر إن هو يساعدهم إن هم يصدوا الجوبلين. بس نيلز بنشوف إن هو أصلا بيكون معاه رسالة من زعيم النقابة للولا إيبل بيقول له إن هو بعد ما يخلصوا على الجملين الصغيرين فالسيف القرمزي واللواء الأبيض فهم لازم إن هم يواجهوا الزعيم لما يطلع. وبعد ساعات بنشوف إن الجوبلين العاديين بيكونوا شكلهم خلصوا، وبنعرف إن الزعيم خلاص كان قرب إن هو يظهر. وزعيم النقابة بنشوف ساعتها إن هو بيدي الإشارة للفرقتين إن هم يستعدوا،
وإن هم لازم يتقدموا علشان يهاجموا الوحش، وكله بينطوا ساعتها. وبنشوف إن المغامرة ريم بتستخدم سحرها علشان كله يقدر إن هو ينزل بأمان، بس بنشوف إن بيكون لسه في شوية جوبلين تحت. فإيبل وفيليبس بنشوف إن هم بيقدروا إن هم يخلصوا عليهم، وبعدها بنشوف إن هم بيركزوا على قائد الجوبلين الضخم اللي بيكون طالع أصلا. بس إنه فجأة بنشوف إن هو مش بيكون لوحده وإن هم بيكونوا 3، وده معناه خلاص إن الملك قرب يطلع وإن المعركة لازم تنتهي بسرعة. وإيبل ساعتها بيقولوا إن هو وفيليبس هيمسكوا 2، وريا وشينا لازم إن هم يمسكوا التالت، والخطة ساعتها بتكون واضحة ليهم. وإيبل ساعتها بيقدر إن هو يتفادى واحد وبيقطع له دراعه، وبياخد باله إن هم قوتهم كبيرة وإن هزيمتهم هتكون صعبة. بس فجأة بيلاحظ حاجة موجودة جوه الدماس، وبيقعد يزعق وبيقول للكل إن هم لازم ينزلوا على الأرض بسرعة. وفي اللحظة دي بنشوف إن في ضربة قوية جدا بتطلع وبتقطع التلات قادة نصين، وبنعرف إن اللي عمل كده أصلا بيكون ملك الجوبلين نفسه، وبيكون واضح إن هو بيكون قوي جدا وإن هو مش زي الباقيين. وبيل وفيليبس بنشوف إن هم بيهجموا عليه بسرعة جدا علشان يقدروا إن هم يفاجئوه، وبعدها بنشوف إن فيليبس أصلا بيكون بيهجم عليه وبيحاول إن هو يطعنه، بس الجوبلين السفاح بيقدر إن هو يصد الضربة بتاعته. وفيليبس ساعتها بيضطر إن هو يتراجع، بس ايبل ساعتها ما بيوقفش وبيطلع يهجم عليه، وبيستخدم تقنية الظل وبيتفادى ضربته وبيحاول إن هو يطعنه. وبنشوف إن الطعنة أصلا بتكون مش كفاية علشان إن هي تخلص عليه، وايبل أصلا ما كانش متوقع إن هو يقدر يخلص عليه لوحده. فبينادي ساعتها على البنوتين اللي بتكون عمالة تشحن الطاقة بتاعتها، وأول لما ايبل بيبعد بنشوف إن الهجوم بيطلع عليه وبيكون هجوم رصاصات الهواء، وبتقدر إن هي تخلص عليه. وبعد كده بنشوف إن هما بيكونوا عاملين احتفال كبير جدا وكله بيكون فرحان وعمال يشرب لها ويسكر. وريو ساعتها بيخش عليهم وبيكون مستغرب جدا ومش عارف هما بيعملوا كده ليه، وبيتنقل بينا المشهد وبنشوف ان رئيس النقابه بيكون متضايق وزعلان، وبيقعد يقول ان انا كان نفسي اصلا انا احتفل معاهم، بس للاسف في تقارير كتير جدا فهي لازم تتقدم للمملكه. وبيقول ان انا عندي طلبات كتير لازم اقدمها علشان اقدر ان انا اوفر موارد، ولازم ان انا اقدم تقييم للمغامرين اللي شاركوا، وان هو لازم يجيب فلوس علشان يقدر ان هو يصلح الحاجات اللي كانت اتدشملت. وبيقول ان هو فوق كل ده اصلا ان في مجموعه من الباحثين الملكيين هم جايين على المدينه دي علشان يدرسوا اللي كان حصل هنا، مع ان الدمشق يعتبر ان هو مقفول وده لمده شهر كامل. وبنرجع بعد كده للاحتفال وبنشوف ان كله بيكون فرحان جدا، وكلهم بيكونوا عمالين يشرحوا العظمه اللي ايبل كان عملها، وده لما كان بيقاتل ملك الجوبلين، وبيقعدوا يمدحوا فيه بيقولوا قد ايه هو مغامر قوي وان هو قدر ان هو يغرز السيف بتاعه جوه بطن الجوبلين العملاق. وبيقولوا مع ان هو اصلا كان بيقاتل ملك الجوبلين الا ان هو كان ادى الاشاره لين علشان تقدر تستخدم الهجوم السحري القوي بتاعها، وقدرت ان هي تساعده في العرك. وبيقولوا ان لين ساعتها استخدمت اقوى تعويذه رياح عندها، وقبل الوحيد اللي قدر ان هو يتفاداها، وبيكونوا مش عارفين هو ازاي قدر ان هو يعمل كده. وفي اللحظه دي بنشوف ان ايبل اصلا بيظهر وراهم وبيقول لهم ان انا مهاره السيف الظل الكامل بتاعتي، فهي تقنيه بتقدر ان هي تخليني اقدر اتفادى اي هجوم بعيد المدى. فكلهم بنشوف ساعتها ان هم بيقعدوا يرحبوا بيه وبيقعدوا يشكروا فيهم وبيقول لهم ان هم كمان عملوا شغل حلو جدا في المعركه. وفي الوقت ده بنشوف ان باقي الفرقه بتاعت ولدنا ايبل وصلت، وكانوا اصلا بيدوروا عليه في كل حته، وكانوا متاكدين ان هو هيكون موجود مع ولدنا ريو. وواحده من الفريق بنشوف ان هي بتسال ولدنا ريو بتقول له هو انت فعلا تقدر ان انت تعمل جدار من التلج؟ فولدنا ساعتها بيرد عليها وبيقول لها ان دي حاجه سهله، وبيقول لها انا الحد الاقصى بتاعي ان انا اقدر اعمل جدار طوله 40 متر بس الموضوع ده ما يعتبرش ان هو سهل وبياخد مني وقت كبير جدا. وبتقعد تقول له ان انت تعتبر سفاح لان اغلب الناس ما بيقدروش يعملوا الهجمه اللي انت بتعملها دي، وبتقعد تقول ان انت بتقدر ان انت تستخدم تعاويذ اصليه. فولدنا ساعتها بيرد عليها وبيقول لها فعلا الكلام ده حقيقي لان انا بعمل تعاويذي زي ما انا بكون عاوز، وان كل واحد هو ليه الاسلوب الخاص بتاعه. وبيقول ان احنا لازم نروح ناكل قبل ما الاكل يخلص. والصبح بنشوف ان اصحاب ولدنا ريو اصلا بيكونوا في النقابه وبيكونوا عمالين يدوروا على مهمه علشان يطلعوا لها، بس للاسف بنشوف ان هم ما بيلاقوش اي حاجه. وفي اللحظه دي بنشوف ان ولدنا بيظهر وبيقول لهم انتوا الثلاثه دلوقتي مش المفروض تكونوا شغالين. فواحد منهم بنشوف ان هو بيرد عليه وبيقول له مستحيل لان الدمس يعتبر ان هو مقفول، وعلشان كده احنا كنا فكرنا ان احنا لازم نجيب مهمات تكون فوق الارض، بس بسبب التدفق الكبير كان في الايام الاخيره فاغلب المشترين كانوا بدأوا ان هم يسحبوا الطلبات بتاعتهم. وبيسالوا ولدنا ريو بيقولوا له هو انت كنت جيت علشان تاخد مهمه زينا؟ فبيقول لهم لا انا بس بدور على خامات علشان اقدر ان انا اتدرب على الكيمياء، بس شكلها كده كلها كانت اتباعت. وواحد فيهم بيساله بيقول له هو انت قصدك على خام النحاس السحري؟ وبيقعد يقول انه ده يعتبر غالي جدا. فولدنا ريو بنشوف ان هو بيقول لهم ان انا كنت سمعت في المتجر العام ان حاجه صغيره منه قد كف الايد فهم يكلفوا تقريبا 50 قطعه ذهبيه. وولدنا بيعرض عليهم ان هو يشغلهم بعد كده بدل ما هم قاعدين ولا شغله ولا مشغله، وبيقول لهم ان انتوا لو قدرتوا ان انتوا تجيبوا لي خام النحاس السحري اللي بيكون اصلا موجود بره الدماس فانا ساعتها هكون مبسوط جدا. وبيقول ان هو هيوظفهم وان كل واحد فيهم هياخد 4 عملات ذهبيه، وبيتفاجئوا طبعا بسبب ان المرتب ده بيكون ضخم جدا ودي حاجه تعتبر كبيره جدا. وولدنا بيقعد يقول لهم ان انا اصلا هدفع لكم حتى لو انتوا ما لقيتوش حاجه، وكمان هشتري اي حاجه من النحاس الخام اللي انتوا هتجيبوه.
وده ب25 قطعة ذهبية، وبيقول لهم إن أنا شرط الوحيد إن أنتم ترجعوا كويسين وإن أنتم ما يكونش فيكم أي حاجة وإن محدش فيكم يكون مصاب. وطبعًا بنشوف إن هم بيوافقوا على طول من غير أي تردد، وبيقولوا له: يا ترى هو أنت هتقدر تدفع المبلغ الكبير ده؟ فولادنا بيقول لهم: اللي أنتم بتقولوه ده ما تجيش حاجة في ثروتي، واعتبروا الشغل اللي أنتم هتشتغلوه ده أصلًا يعتبر برّه إطار النقابة، وإن إحنا مش هنقول لأي حد عليه. وبعد كده بنشوف ولدنا ريو بيكون سمع صوت خناقة كبيرة، بيبص ساعتها من الشباك بيلاقي إن في مجموعة من الفرسان بيكونوا ماسكين بنوتة وشكلهم إن هم عاوزين يعملوا حاجات معاها، استغفر الله، بس بيكون في واحد بيحاول إن هو يدافع عنها، وواحد من الفرسان ساعتها بنشوف إن هو بيسحب السيف بتاعه وبيطلعه عليه وبيقول له إن إحنا مش هنقتلك، إحنا بس هنشوه وشك. وأول ما بيكون لسه هيجري علشان يضربه بالسيف بنشوف إن هو بيترزع في الأرض وبيكون مش قادر إن هو يقوم، وبيقعد يسأله بيقول له: يا عم أنت عملت لنا إيه بالظبط؟ فالواد ساعتها بيقول إن أنا ما عملتلكش أي حاجة وأنت اللي عبيط يا عم. والفارس بيحاول إن هو يقوم تاني بس برضه بنشوف إن هو بيتهبط في الأرض، وفجأة بنشوف إن المغامر فيليب بيظهر وبيقعد يزعق لهم وبيقول لهم: إيه الهبل اللي أنتم بتعملوه ده؟ وإن ما ينفعش إن فرسان المملكة يسوقوا سمعتها. والفارس ساعتها بيرد عليه بيقول له: أنت معفن حقير مغامر، وإن أنا هطردك أنت وقائد النقابة بتاعك. وفيليب ساعتها بيقول له: يا معفن أنت تعتبر إن أنت فارس في المملكة ولازم إن أنت تتصرف كفارس عظيم. وبيقعد يقول إن أنا عارف إن أنا أعتبر مغامر بس أنا أعتبر برضه من أسرة نبيلة هنا موجودة في المملكة. وبنشوف إن هو بيبتدي إن هو يعرفهم بنفسه، وأول لما بيعرفوا اسمه وعيلته بنشوف إن هم كلهم بيترعبوا وبيطلعوا يجروا لأن هم ساعتها بيعرفوا إن أبوه هو أصلا كان القائد السابق لفرسان المملكة. وبعد كده بنشوف إن فيليب بيبص على شباك ولدنا ريو وبيقعد يحييه، وريو بيسأله بيقول له: هو أنت يا عم بقى تعتبر قائد اللواء الأبيض؟ وفيليبس بيقعد يقول له: النابل كان كلمني عليك كتير جدا وكان قال إن أنت عندك مهارة سحرية تعتبر إن هي فريدة من نوعها. وبنعرف إن ولدنا ريو أصلا هو اللي كان جمد رجل الفارس المعفن لما كان قرر إن هو أصلا هيهجم على الولد. وبعدها بنشوف إن مساعدة فيليبس تيجي وبتقعد تقول إن إحنا لازم نتحرك دلوقتي ونمشي. ففيليبس ساعتها بنشوف إن هو بيقعد يعتذر لولدنا ريو وبيقول له إن إحنا هنكمل كلامنا ده بعدين، وبيسيبه بعد كده وبيمشي. وولدنا ريو بنشوف إن هو بيقعد يبص عليهم شوية وبيكون عارف إن هم يعتبروا أقوياء جدا، بس مش فاهم هو ليه فيليب أصلا يعتبر إن هو مغامر مع إن أبوه يعتبر إن هو قائد فرسان الملكيين. وبالليل بنشوف إن ولدنا ريو أصلا بيكون قاعد بيتعشى، وفجأة إيبل بيجي له بيقول له: إن أنا يا عم مش متعود إن أنا أشوفك قاعد لوحدك وكمان عمال تلغ. فولدنا ريو بيقول له: يا عم أنت جاي لي اعمل حسابك إن أنا مش عازمك على العشاء برضه حتى لو أنت قعدت قدامي. فإيبل بيقول له: يا معفن يا بخيل بطل بقى يا عم، أنت من المنوفية ولا إيه؟ وإن أنا عارف إن أنت تعتبر غني وإن أنت معاك فلوس كتير جدا ويا ريت إن أنت تعزمني دلوقتي. شوف بعدها إنه بيطلب الأكل اللي هو بيحبه، وولدنا ريو بيكون مستغرب إن إيبل موجود لوحده وإن ده مش الطبيعي بتاعه. وريو ساعتها بيقعد يقول له: إن أنا عارف أنت جاي لوحدك ليه، علشان أنت شكلك كده ناوي بعد الأكل إن أنت خلبوس وتعمل حاجات سيكو بيكو. فعلى طول بنشوف إن إيبل بيسكته وبيقول له: يا ريت إن أنت تخرج. وريو ساعتها بيقعد يقول له: إيه مين بقى سعادة الحظ اللي مجننة قلبك؟ وبيقعد يقول له: إن أنا عارف إن أنت بتحب لين. بس إيبل ساعتها بنشوف إن هو بيصدمه وبيقول له ان لين تعتبر ان هي مش بتحبني وان هي بتحب صاحبي بوي. فولادنا ساعتها بنشوف ان هو بيكون مستغرب جدا وبيقول له: طب انت ليه جاي دلوقتي لوحدك؟ فايبل ساعتها بيقول له: بس علشان انا محتاج مساعدتك. وبعدها ايبل بنشوف ان هو بيقعد يقول ان في واحد من المحققين كان بعته اللون وكان عمال يقول ان هو معرفه قديمه بيا، بس بيقول ان هو كان خد معاه مجموعه من فرسان المملكه كحراس، بس للاسف يعتبر في منهم كتير فاسدين. وبيقول ان هو كان خرج ان هو يتمشى لوحده بالليل وان هو لازم يرجعه قبل ما ان هو يعمل مشاكل. فساعدنا ولدنا ريو بنشوف ان هو بيوقف وبيكون لاحظ حاجه، وهي إن في مجموعة من المغامرين بيكونوا لابسين من أقنعة وبيكونوا عمالين أصلا يتكلموا عن المدينة والدماس المقفول. وبيقول لإيبل: إيه رأيك إن إحنا نمشي وراهم وإن إحنا لازم نراقبهم علشان أنا مش مستريح لهم. وفعلا بنشوف إن هم أول لما بيمشوا وراهم بنلاقي أصلا إن الملثمين دول كانوا بيستدرجوهم، وواحد منهم بنشوف إنه بيهجم على ولدنا ريو، بس ولدنا السفاح بيقدر إن هو يصد الهجمة بتاعته بسهولة، وبعدها بيستخدم سحر التلج بتاعه وقدر إن هو يرقدهم كلهم. وبعد لما بيفتشوهم إيبل بيلاحظ إن هم أصلا كان معاهم أداة كيميائية، فولدنا ريو على طول بيعرض إن هو عاوز ياخدها، بس بنشوف إن إيبل بيرفض. وبعد لما بيفتشوهم بيعرفوا إن هم مغامرين من التصنيف سي وإن هم يعتبروا أصلا من جكلير ودي تعتبر عاصمة هنديلو، وبيكونوا أصلا مستغربين وبيقعدوا يقولوا هو إيه اللي كان جابهم هنا. فبيقرروا إن هم لازم يسلموا له حراس المدينة وإن هم ساعتها يحققوا معاهم. وبيتنقل بينا المشي وبنشوف إن فيليب أصلا بيكون ماشي لوحده بالله إن الحراس اللي هو كان أصلا هزقهم بيكونوا متضايقين منه وكمان ماشيين وراه علشان يخلصوا عليه. بس فجأة بنشوف إن بتحصل حاجة غريبة جدا، مرة واحدة بنشوف إن الحراس ما يقدروش إن هم يتحركوا من مكانهم، وبنعرف إن اللي عمل كده هي أصلا مساعدة فيليبس اللي بيكون اسمها شين. وبعد كده بنشوف إن هي بتستخدم عليهم تعويذة نارية بتحرقهم كلهم وبتخلص عليهم في ثانية إلا ثانية. وبتتنقل بينا الصورة وبنشوف إن رئيس النقابة أصلا بيكون عمال يزعق للوفد وبيقول لهم إن أنتوا أول ما جيتوا فأنتوا خدتوا على طول مخازن أكل النقابة، وكمان أنتوا معفنين وفتحتوا الدماس النهارده علشان تعملوا التحقيقات بتاعتكم، وكمان أنتوا عاوزين مغامرين كتير علشان يحموكوا. فكليف ساعتها بيقعد يقول له إن جلالة الملك كان عينكم تايرلاند مسؤول عن الشؤون الداخلية وهو رئيس بعثة البحث دي، وإن هو بدوره فهو كان ادانا السلطة الكاملة عن المكان ده،
وبيقول إن كل ده موجود في المرسوم اللي أنت كنت قريته. وبعد كده كليف بيبتدي يشرح له معنى السلطة الكاملة، بس العجوز ساعتها بنشوف إن هو بيقطع كلامه وبيقعد يعتذر بخصوص الأكل، وبيقول إن هو يحاول يجيب أكل ومؤن من البلاد اللي جنبهم. وكليف ساعتها بيقعد يقول إن إحنا كده ممكن نكون حلينا مشكلة الإمدادات، بس للأسف أنا مش هقدر أرجع في قرار فتح الدماس. ورئيس النقابة ساعتها بنشوف إن هو بيوافق على فتح الدماس، بس بيقول لهم الكلام ده هيحصل بشرط واحد، إن لو حصل أي حاجة فالمغامرين مش هيتحملوا أي مسؤولية، وإن الشرط ده لو يعتبر إن هو مش عاجبكم فالدماس لازم إن هو يكون مقفول. وكليف ساعتها بيكون متضايق جدا، وده بسبب طريقة كلام رئيس النقابة. بس العجوز بنشوف إن هو بيقول إن مفيش أي مشكلة وإن أنا موافق على الشروط دي، وبيقول كمان إن إحنا مستعدين إن إحنا نأجر المغامرين وده براتب أعلى من الرواتب العادية بتاعته. فرئيس النقابة بنشوف إن هو بيقعد يقول إن مفيش أي مشكلة، بس للأسف فأنتوا لازم تاخدوا بالكم، لأن بعد المد العظيم اللي كان حصل فالدماس يعتبر إن هو دلوقتي أخطر من الأول بكتير. وبعدها بنشوف إن ولادنا ريو أصلا بيكون واقف قدام مقر فرقة ابل، وأول لما بيقرر إن هو هيخش بنشوف إن في بنوتة بتوقفه أصلا وبتكون مرعوبة، وبتكون عمالة تسأل ولادنا ريو إذا كان مغامر، لأن هي بتكون عاوزة إن هي تروح نقابة المغامرين وإن هي معاها رسالة مهمة لازم إن هي توصلها فورا. فولادنا ريو على طول بنشوف إن هو بيوافق علشان يساعدها، ولما بيوصلوا بتقعد تقول إن أنا معايا رسالة من المعلم هيليريون وده اللي موجود في العاصمة، وبتكون مبسوطة جدا علشان هي قدرت إن هي توصل الرسالة. ومن ساعتها بيقعد يقول لولدنا ريو إن الرسالة دي مطلوب فيها إنهم عايزين من المغامرين إن هم يساعدوا السحرة الملكيين وده جوه الدماس. ومن ساعتها بيقعد يقول إن أنا متأكد إن المسؤولين أصلا اللي كانوا بعتوهم هم أكيد شكلهم من تحت لتحت وشكلهم كده بيخططوا لحاجة، وبيقعد يشرح وبيقول ده كله علشان الدماس دايما بيتقفل بعد أي كارثة كبيرة، وده علشان من سنين كتير كان في فرقة من التصنيف إيه كانت دخلت ومن بعدها فهي ما كانتش رجعت منه. وبنعرف إن الفرقة دي أصلا ما كانتش أي فرقة، ده القائد بتاعها كان قوي جدا لدرجة إن هو أصلا كان الناس معتبرين إن هو من الدرجة اس، وبعد كل ده أصلا ما قدروش إن هم يطلعوا، وده معنى ما حدش بيعرف أصلا إيه اللي بيحصل جوه الدماس، وده دايما بيحصل بعد المد العظيم. وبعدها البنوتة الصغيرة بتقعد تشكر ولدنا ريو علشان كان ساعد علشان بس إن هي توصل الرسالة. وبنشوف البنوتة رين ساعتها بتسأل البنوتة اللي اسمها ناتالي وبتقول لها هو انت عمرك كنت سمعتي عن تعويذة بتقدر ان هي تعمل جدار من التلج، والجدار ده اصلا بيكون بعيد عن السحر وكمان بيكون عالي جدا في السماء. فبتقول لها ان انا عمري ما كنت سمعت عن السحر ده قبل كده، وبتكون مبهورة اصلا ان في حد يقدر يعمل كده. وساعتها لين بتقول لها ان ولدنا ريو اصلا يعتبر ان هو شاطر جدا في السحر ده وهو الوحيد اللي بيقدر يعمله. والبنوتة ساعتها بتصدم وبتقول ان ده مستحيل. فابل ساعتها بيقول لهم ان ما حدش فيكم يفكر ان هو يضايق ولدنا ريو او ان هو يخش معاه في عركة، لان احنا الاربعة اصلا لو دخلنا قدامه في عركة فهو هيشلوحنا كلنا، وان انتوا لو بعد كده لقيتوا نفسكم ان انتوا في مواجهة ضده فيفضل ان انتوا تستسلموا علشان دماغتكم تفضل موجودة على كتافكم. وبيقول ان انا اللي انا اعرفه عن ولدنا ريو ان هو طيب وان هو عمره ما هيبتدي العركة بنفسه، وبيقول لهم ان ده يعتبر امر مني كقائد الفرقة ليكوا. وبيقول للبنوتة ناتالي ان انت لو احتجتي اي حاجة وما كنتش لقيتيني موجود فانت لازم تروحي لولدنا ريو، في الاغلب هتلاقيه في الاوضه رقم 10 وده في الفندق بتاع المغامرين. وبيتنقل بينا المشهد بعد كده وبنشوف ان المغامرين خلاص بيكونوا هيخشوا الدماس، والراجل العجوز اللي بيكون مسؤول عن الدماس بيقول ان انا معايا جهاز، والجهاز ده بيعتبر ان هو كاشف البقايا السحريه وبيقدر ان هو يكشف على اي طاقه سحريه موجوده في المنطقه، وان هو اللي بيكتشفه طبعا بيتبعت لفريق التحليل في الخيمه. فقبل ساعتها بنشوف ان هو بيكون مبهور من الاداه السحريه اللي موجوده قدامه، وبيقول لهم ان هم بس هيوصلوا للمستوى الثالث النهارده وان هم لازم يتحركوا ببطء وحذر شديد جدا. وبالليل بنشوف ان ولدنا ريو بيقعد يدي اصحابه فلوس كتير جدا مع انهم اصلا ما كانوش لاقيوا غير حتتين بس، وبيقول لهم ان الفلوس الزياده دي علشان انتوا رجاله وقفتوا وقفه رجاله معايا، وان الفلوس دي علشان تغطي بس التكاليف بتاعتكم. وبيقول لهم بعد كده ان بكره انا عندي اجتماع عن الدماس ولازم كلنا ان احنا نكون موجودين. وبتتنقل بينا الصوره للدماس وبنشوف ايبل بيكون مع فرقته ده اصلا بعد 3 ايام وبيكونوا قدروا ان هم يوصلوا ل7 مستويات تحت وهم ما كانوش شافوا اي وحش. والصبح في نقابه المغامرين بنشوف ساعتها رئيس النقابه بيقول ان اي حد من التصنيف دي او اقل منه فهم مش هيكونوا مساعدين للسحرة الملكيين. وبيقول بعد كده ان فريق اللواء الابيض ده هيشارك بس احنا هنحتاج متطوعين اقوياء في الوقت اللي جاي. وبيقعد يقول لهم بعد كده اي حد عنده اسئله. فولادنا ريو ساعتها بنشوف ان هو بيرفع ايده وبيقول ان انا كنت سمعت ان الاحجار السحريه اللي كانت اتاخدت من الوحوش انا حابب اعرف لونها ودرجتها. فرئيس النقابه ساعتها بيقول له ان كل الاحجار السحريه اللي كنا قدرنا ان احنا نوصل عليها من الوحوش اللي كانت طلعت من الوفره السحريه كلها كانت باهته، حتى الاحجار بتاعت ملك الجوبلين كمان والقاده بتوعه فهم كمان كانوا نفس اللون. وبنروح بعد كده لكليف لما بيكون مصدوم لما بيشوف ان في بوابه بيكون شكلها غريب جدا، وبيقول ان البوابه دي اكيد بتودي لعالم تاني، وبيطلب منهم انهم لازم يحضروا المعدات السحريه بتاعتهم وده علشان يقدروا يعملوا تحليل بسرعه. بس مره واحده هم بيبتدوا لسه في التحليل بنشوف ان هم كلهم بيختفوا، والجهاز ساعتها ما كانش قادر ان هو يسجل اي حاجه. ومع الوقت ساعتها بيبتدوا يفهموا ايه اللي كان حصل، وبيلاقوا ساعتها نفسهم ان هم موجودين على سهل مليان عشب، والحمد لله ان ما حدش فيهم كان اتصاب. بس المشكله اصلا ان هم بيكونوا مش دارين ولا عارفين هم موجودين فين، وللاسف هم مش شايفين كليف ولا فريق البحث بتاعه.
ومش عارفين هم موجودين فين. وفي مكان تاني بنشوف إن في الحقول دي إن كليف كان مخلي الفريق بتاعه إن هو يبتدي إن هو يجمع بيانات عن المكان اللي هم موجودين فيه، لأن لو الفرضية بتاعته كانت طلعت صح فالبوابة دي يعتبر إن هي نقلتهم كلهم لعالم تاني، وده معناه إن في احتمال كتير جدا إن هم يتهاجموا، فلازم ساعتها إن كل واحد يكون واخد باله. بس الغريب إن بنشوف إن كليف المعفن ده بيكون شكله مبسوط إن ده حصل، علشان ده هيديله فرصة إن هو يقدر يعرف أكتر عن النظرية اللي كانت بتقول إن الوحوش اللي بتظهر دايما مع المد فهي مصدرها أصلا من الطابع ال 38. وطالما هو أصلا كان قدر إن هو يكتشف بوابة الانتقال فهو متأكد ساعتها إن هو هياخد ترقية لما يرجعوا. بس ده طبعا لو قدر إن هم عبطوا أصلا ويطلعوا من هنا، لأن كانت شكلها اللي موجودة هنا شكلها مش سهلة خالص. وفي السطح بنشوف إن البنوتة ناتالي والفريق اللي معاها بيكونوا بيحاولوا إن هم يفهموا اللي كان حصل للفريق أصلا اللي موجود جوه المغارة. بس فجأة بنشوف إن الجهاز أصلا اللي كان المفروض إن هو يحدد مكانهم بدأ إن هو يلف تاني، بس هو كان اشتغل لحظة صغيرة وما كانش كفاية ده علشان يقدروا يتواصلوا. ومن المعلومات أصلا اللي كانت ظهرت واضح كده إن فريق الاستكشاف اتنقلوا أصلا للطابق ال 40 في الدماس، بس ده يعتبر إن هو مش منطقي خالص إن هم كانوا يا دوبك في الطابق السابع. بعدها بنشوف إن في راجل بيكون اسمه كريستوفر بيكون دخل الخيمة وبيكون بيعرف نفسه إن هو واحد من النبلاء من الباحثين اللي في كلية السحر، وإن هو أصلا جاي يشارك في التحقيق. وبنعرف أصلا إن فريقه بيكون بينافس فريق ناتالي، بس بيقول إن أنا محتاج أعرف إن لو كان حصل أي حاجة غريبة موجودة جوه الدماس، وإن هو هيكون ممتن جدا لو كانوا حكوا له كل حاجة. فساعتها البنوتة ناتالي والفريق بتاعها بيترددوا إن هم يقولوا أي حاجة، فكريستوفر ساعتها بيقعد يشرح لهم وبيقول لهم إن هو من شوية كان دخل الدماس مع المغامرين ودول اللي كانوا تعينوا أصلا في البعثة التانية، بس أول ما كان هيعدي العتبة فكل اللي قدامه أصلا كانوا اختفوا فجأة. فعلشان كده هو عاوز يفهم إيه اللي كان حصل بالظبط. ولما البنوتة ناتالي بتسمع الكلام ده على طول بتفهم إن المغامرين اللي كانوا تحت هم فعلا كانوا انتقلوا، وده بيشرح إزاي هم كلهم بقوا في الطابق ال 40. ولحسن الحظ في فرقة الولا إبل كانت في الناس اللي كانت نزلت في البعثة الأولى، يعني هو والباقي يقدروا إن هم يحموا الناس التانية شوية من الوقت. بس الوضع تقريبا هيبقى سيء جدا قريب لو ما قدروش إن هم يلاقوا طريقة علشان يطلعوهم. ولما ناتالي بتسمع إن المغامر إبل والناس كلها كانت اتحبست جوه افتكرت على طول اللي كان قاله لها قبل ما ماما يخشوا، فعلى طول بتشوف إن هي بتطلع تجري وبتكون بتحاول بس إن هي تدور على ولدنا علشان بس إن هي تطلب مساعدته. وفي نفس الوقت في النقابة بنشوف إن البنوتة نينا بتكون دخلت عند رئيس النقابة وبتقول له إن في حاجة غلط كانت حصلت في التحقيق. الفريق اللي كان نزل فهو اختفى فجأة بعد ما كان نزل، وكل الاتصال بالناس كلها كانت قطع. فكريستوفر بيكون على طول طلب حضور المساعد هيو علشان يقدروا إن هم يلاقوا أي حل للوضع ده، وبيقوم بسرعة من مكتبه وبيقعد يقول للبنوتة نينا إن هم لازم يلاقوا حل حالا. بس هو ماشي بنشوف إن هو بيوصيها إن هي لازم ما تطلعش أي أخبار من اللي هي كانت سمعتها دي لأي حد لحد بس ما هو يرجع، علشان المغامرين لو كانوا عرفوا فهيكون في فوضى كبيرة جدا. وفي نفس الوقت بنشوف إن ولدنا ريو أصلا بيكون في المكتبة كالعادة، بس للأسف بيكون مش قادر إن هو يحقق أي تقدم ليه في البحث، مش قادر إن هو يلاقي حتى الكتب اللي هو محتاجها، وبيكون بيتمنى بس لو البنوتة سارة كانت موجودة لأن هو متأكد إن هي تقدر تعرف أماكن الكتب دي. وهو لسه قاعد بيتمنى كده بيلاقي إن هي بتكون واقفة قدامه، فساعتها ولدنا ريو بيفرح جدا لما بيشوفها وبيروح عندها وبيقول لها إن أنا بس بدور على سجلات الكسوف والمد، بس للأسف أنا مش قادر أعرف أبدأ منين. فالبنوتة سارة بتقول له إن هي هتساعده علشان هي عارفة فين السجلات دي، وهي شايفة أصلا إن في علاقة ما بين الكسوف اللي كان حصل والمد، لأن قبل ما المد ده يحصل كان في كسوف أصلا قبلها بيومين. وبتقعد تقول إن التاريخ دايما بيثبت إن النمط ده كان اتكرر أكتر من مرة، وبتقول إن البحث ده كان خد منها وقت كبير جدا علشان تقدر تتوصل بس للفكرة دي. وبتقعد تقول إن أنا مستغربة أنت ليه أصلا مهتمة بالموضوع ده. فولادنا طبعا بيكون مش قادر إن هو يقول لها إن هو كان حارب شيطان أصلا في الكسوف اللي كان حصل، فعلى طول بنشوف إن هو بيغير الموضوع وبيقعد يقول هي ليه أحجار السحر اللي كانت طلعت من الوحوش اللي كانوا موجودين في المد ده تعتبر إن هي أحجار باهتة. فساعتها هي بتحس إن ولادنا أصلا بيغير الموضوع وإن هو مخبي حاجة، بس ساعتها بنشوف إن هي بتقرر إن هي تسكت وبتقعد تقول إن لون الحجر ده بيتغير على حسب عمر الوحش، وولادنا ريو أصلا كان عارف المعلومة دي، وده كان سبب أصلا إن ولادنا كان بيهتم بموضوع المد اللي كان حصل، لأنه هو على حسب التقارير فكل الأحجار اللي كانت اتاخدت من الوحوش كانت باهتة وشفافة، والناس أصلا كانت فاكرة إن الوحوش دي طالعة من الأدوار السفلية، بس شفافية الأحجار دي معناها إن هم أصلا من الدرجات العليا وإن هم الوحوش دي لسه مولودة جديد. فولادنا بيعرف ساعتها إن كل المد اللي كان حصل قبل كده الأحجار برضو اللي فيها كانت دايما شفافة، وولادنا بيتفاجئ لما بيعرف إن في تقارير بالتفاصيل دي أصلا كانت موجودة. فالبنوتة سارة بتقول له إن السجلات دي تعتبر إن هي حالتها سيئة، حتى أمناء المكتبة أصلا ما يعرفوش عنها أي حاجة، بس هي عارفة مكانها بالظبط وتقدر إن هي توريها له. وفي الوقت ده بنشوف إن الفريق اللي جوه أصلا بيكونوا مش عارفين هم موجودين فين ومش متأكدين أصلا هم يعتبروا جوه الدماس ولا في حتة تانية. فأرثر ساعتها بنشوف إن هو بيقعد يسأل الباحثين هي لو في أي أداة كانت اشتغلت، فبيقولوا له ساعتها إن جهاز الإرسال كان بدأ إن هو يشتغل، يعني كده
الفريق اللي فوق يقدر إن هو يحدد مكانهم، والباقي ساعتها بنشوف إن هم بيتبسطوا لأن ده معناه إن في أي حد ممكن يجي إن هو ينقذهم. بس بنشوف إن أرثر بيكون مش متفائل أصلا، فايبل ساعتها بيقعد يسأله بيقول له هو أنت قلقان كده ليه يا ريس؟ فأرثر ساعتها بيقعد يقول إن الهوا هنا تعتبر إن هو غريب، والإحساس ده شبه إحساس أنا كنت عارفه في تعويذة، والتعويذة دي أصلا تعتبر إن هي أقوى وسيلة دفاع وبتقدر إن هي تصد أقوى هجوم سحر، وبيقول إن المكان لو هنا ده شبه كده فهم يعتبر إن هم موجودين جوه حاجز يقدر إن هو يفصلهم عن العالم الخارجي. فايبل ساعتها بيبتدي إن هو يفهم خطورة الموقف وبيطلب من البنوتة لين إن هي تستخدم تعويذة الاستكشاف بتاعتها، ولما البنوتة لين بتعمل كده بتحس إن في مجموعة كبيرة جدا من الناس بتكون موجودة على مسافة 500 متر منهم، وبتقول بالتحديد كده هم موجودين هناك كده هم تقريبا 100 إنسان ومعاهم 12 كائن غريب، ودي المعلومات اللي هم قادرين إن هم يطلعوا بيها دلوقتي. فبيقرروا ساعتها إن هم يمشوا في الاتجاه ده، وبتتنقل بينا الصورة للسطح وبنشوف رئيس النقابة بيكون اتبلغ أصلا خلاص إن فريق المغامرين كان اتنقل للطبقة ال40، وهي ساعتها بيكون أصلا مش مصدق وبيقول إن أنا حتى لو كنت جمعت كل المغامرين اللي موجودين في المدينة فهم مستحيل إن هم يقدروا إن هم يوصلوا للطبقة دي تحت، وللأسف هم لحد دلوقتي مش عارفين أصلا إيه سبب الانتقال ده. فكريستوفر ساعتها بيقعد يقول إن المخاطرة في الوقت ده تعتبر إن هي مش منطقية ولازم إن هم يستنوا ويقعدوا يتمنوا إن الفريق يكون بخير. بس لما بتتنقل بينا الصورة للفريق بنشوف إن هم بيكونوا متكحرطين على الآخر، والنار حرفيا بتكون عمالة تنزل على فريق كليف، ومجموعة من السحرة بيكونوا قدروا إن هم يعملوا شوية دروع علشان يساعدوا بيها نفسهم. بس للأسف في ناس كتير جدا ما قدرتش إن هي تعمل كده وللأسف كانت اتحرقت، وكليف أصلا مش فاهم إزاي الدنيا اتعكت كده، بس بيكون متأكد إن في حاجة واحدة إن الكائنات أصلا دي اللي بتهاجم، وهي نفس وصف الشياطين اللي هو كان قراها في الكتب قبل كده، ولو هم فعلا أقوياء زي ما السجلات كانت قالت فهم تقريبا يعتبروا إن هم دلوقتي في ورطة كبيرة، وبيكون في مجموعة من المغامرين بيكونوا طلعوا علشان يقدروا إن هم يحاربوا الشياطين، بس للأسف بنشوف إن هم بيتقطعوا في ثواني، وفرقة إيبل بتكون وصلت وبتكون شايفة اللي حصل، والمشهد أصلا بيكون مذبحة ولا مذبحة القلعة، وريا ساعتها أول ما بتبص على الوحوش بتعرف إن هم شياطين، فبتقعد تحذرهم وبتقول للناس كلها إن دول يعتبروا أقوى من أي بشري عادي، وبتقعد تسأل وبتقول هو ليه الشياطين أصلا موجودين هنا؟ بس أرثر ساعتها بيقول لهم إن إحنا لازم نفكر في الكلام ده بعدين، المهم دلوقتي إن إحنا لازم نحاول ننقذ فريق كليف الأول، وبيأمر السحرة إن هم لازم يستعدوا لهجوم من الجنبين، وفي الوقت اللي فيه كليف وفريقه بيكونوا خلاص على نفس إن هم ينهاروا بنشوف إن في عدد كبير جدا من السهام السحرية بيكون انطلق، وبيكون أصلا اخترق 3 شياطين، والسحرة بيكونوا عمالين يستخدموا كل التعويذ بتاعتهم وده بكل قوتهم، وبالعافية قدروا إن هم يكسروا دفاع الشياطين، بس للأسف بيكون في عدد كبير جدا منهم، فأرثر ساعتها بيأمرهم إن هم لازم يستعدوا لهجوم تاني، والشياطين بيكون بيحاولوا إن هم يردوا بكرة نار، بس السحرة بنشوف إن هم بيقدروا إن هم يعملوا درع قوي فبيهجموا على طول من غير ما يتعطلوا، وأرثر بيحس إن هم يقدروا إن هم يكسبوا لو قدروا إن هم يستمروا بالسرعة دي، بس بيكون أصلا عارف إن السحرة فطاقة المنع عندهم تعتبر محدودة وإن هم أكيد هيخلصوا قبل ما يقدروا إن هم يخلصوا على الشياطين، وساعتها إيبل والفريق بتاعه فهم لازم يتدخلوا، وإيبل ساعتها بنشوف إن هو بيسحب سيفه وبيبتدي إن هو يخش المعركة، وبيشوف ساعتها شيطان بيكون شكله خطير جدا وبيأمر الفريق إن هم لازم يكونوا في صف واحد وده ورا المدافع علشان يقدروا إن هم يصدوا هجوم الشياطين، وده بس لحد ما يوصلوا له، ولما بيوصلوا له بنشوف إن الولا إيبل بيقدر إن هو يقطع في الشياطين كلها، ولينوريا بيقدر إن هم يرموا تعاويذ من بعيد وبيكونوا قادرين إن هم يخلصوا على أغلب الشياطين، بس للأسف بنشوف إن لين بتوع لأن هي بتكون استخدمت أغلب طاقتها، والبنوتة ريا برضه المنى بتاعتها بتكون ضعيفة جدا، يعني يعتبر ولدنا إيبل لوحده دلوقتي، وبنشوف إن بيكون فاضل 6 شياطين، وساعتها لين بتقعد تحذروا تقريبا إن الزعيم اللي هناك يعتبر أمير شيطاني. وبس كده يا سيدي، يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا، ما تنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا ما تنساش تكتب لي 50.